الله الرحمن الرحيم. النهارده بداية الندوات التثقيفية للاتحاد المصري للجودو. طبعا النهارده يوم جميل. ان احنا عندنا ندوتين. الندوة الأولى هي التغذية الرياضية، دكتور أيمن شحاتة أخصائي استشاري التغذية الرياضية للفريق القومي. وعندنا دكتور أحمد عمارة، مخطط أحمال الفريق القومي للجودو. طبعا في البداية بنرحب بكم جميعا. وكلمة البداية الافتتاح من كابتن مرزوق علي، عشان بعد كده دكتور أيمن يبدأ إن شاء الله بإذن المحاضرة. اتفضل يا كابتن مرزوق. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا بشكركم كلكم على اهتمامكم وعلى العدد الكبير اللي حاضر ده. ودي ان شاء الله دي بدايه سلسله من الندوات اللي هنعملها، ندوات التثقيفيه للمدربين وللحكام. ان احنا الناس يبقى عندها وعي في موضوع التغذيه وموضوع التخسيس وموضوع الاعداد البدني. فانا بشكركم جدا على التواجد وعلى الاهتمام وعلى التفاعل الايجابي، ان انتوا شغالين معانا في كل حاجه، كل خطوه بنعملها احنا بنلاقي مردود فعل منكم كبير جدا، وده اللي هيحمسنا ان احنا نعمل حاجات كتيره. انا مش هعطلكم وبشكركم جدا على التفاعل يعني. دكتور ايمن ممكن تتفضل يا دكتور. تمام، شكرا يا باشمهندس. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا برحب بحضراتكم على انكم قدرتوا تخصصوا الوقت الغالي من وقت حضراتكم لحضور الندوه دي. وفي البدايه بشكر الباشمهندس مرزوق علي رئيس الاتحاد المصري للجودو، وطبعا الاستاذ دكتور احمد صبره واعضاء مجلس الاداره على اهتمامهم بنشر الثقافه الغذائيه والتدريبيه للاعبي الجودو، وازاي يقدر يحقق التكامل للعناصر اللازمه لتطوير منظومه الجودو في مصر للارتقاء بمكانتها في المحافل الدوليه. وعشان ما نضيعش وقت، في البدايه محتاج بس ابدا كلامي بسؤال في غايه الاهميه. هو يعني ايه بطل؟ يعني ايه بطل؟ يعني هو البطل هو بس اللي عنده جودو كويس؟ هو اللي عنده المهاره؟ بالتاكيد هتكون الاجابه لا. كتير جدا قابلنا لعيبه وكان مستواهم المهاري عالي جدا وبيمتلكوا من مهارات الجودو ما يمكنهم من الوصول لاعلى المستويات، ولكن ما حصلش الكلام ده. عشان كده كلمه بطل كلمه كبيره جدا، كلمه ليها عوامل كتير لتحقيقها واهداف كتير لتحقيقها. البطل هو اللي عنده المهاره فعلا، والبطل هو اللي عنده اللياقه البدنيه فعلا، وهو عنده الفتنس بتاعه اللي يخليه يقدر يحقق او يبقى عنده قدره على تحقيق المهاره اللي هو بيمتلكها. البطل هو اللي بيعرف ياكل كويس، هو اللي بيمتلك من الثقافه الغذائيه اللي تخليه يقدر يحافظ على نفسه ويوفر الطاقه اللي تخليه يقدر يوصل للهدف بتاعه، وفي نفس الوقت يقدر يحافظ على نفسه ويحمي نفسه من الاصابات. البطل هو اللي بيعرف يريح كويس، وعشان اكون معاك صريح وبالبلدي كده، هو اللي بيعرف ينام كويس، بيعرف يوصل لاقصى مراحل الاستشفاء كويس. عشان كده عشان نبدا في موضوع مهم من مواضيع التغذيه اللي يعني اكتر حاجه بتخليني يعني احزن لما تيجي سيره التغذيه بالنسبه للعيبه ان هو بيربطها بالتخسيس بس. لا، الموضوع اكبر من كده بكتير. عشان كده لازم نتكلم على اهداف التغذيه او دور التغذيه في الوصول بلعيب الجودو لاقصى المستويات وتحقيق النتائج اللي كلنا بنطمح ليها كاعضاء في الاتحاد المصري للجودو. اول حاجه لازم البرنامج الغذائي او لازم التغذيه اللي بتناسب اللعيب تكون بتحقق الاهداف من مرحله النمو، لان احنا عندنا لعيبه كادت، عندنا لعيبه لسه صغيرين، وعندنا لعيبه شباب، وعندنا لعيبه لسه بتبدا تمارس رياضه. فلو ما كانش البرنامج الغذائي يقدر يوفر كميات الطاقه المناسبه عشان يقدر يتمرن معاك كمدرب ويستجيب للبرنامج التدريبي بتاعك ويوصل للهدف اللي انت عايز تحققه من تنميه عناصر اللياقه البدنيه، وفي نفس الوقت كميه الطاقه اللي تناسب عمليات النمو. وبالتحديد هنا هحاول اتكلم على حاجه لمستها بصوره واقعيه من اللاعبات بتاعتنا البنات بالتحديد، لان طفرات النمو عند الاولاد او عند الاطفال زي ما حضراتكم عارفين بتبدا من 10 12 سنه، عند البنات بتبدا من 13 ل 14 سنه. وفي المرحله دي بالتحديد بيحصل تغيرات هرمونيه كتيره، خصوصا مع بدايه حدوث المنسترال او البريود او الدوره الشهريه، بيبدا يحصل خلل في الهرمونات، وده بيخلي الجسم يخضع الى او يقع تحت ضغط من محاولات توفير كميات طاقه بس للحفاظ على مرحله النمو. ومش عايز اكلمكم على الاثار السلبيه اللي بنقابلها كتير مع البنات في الفئه دي ومع الولاد عموما في الفئه دي او المرحله السنيه دي. لازم البرنامج الغذائي يحافظ على الاستشفاء او يوفر العناصر اللازمه
الاستشفاء من المجهود البدني، ودي بنسميها الفور اورز. يعني ايه؟ يعني انت كلاعب اتمرنت ففقدت جزء من الطاقه، فانت محتاج بعد التمرين تعوض كميه الطاقه دي عشان عندك واحد تدريبات ثانيه سواء مساء او صباحا، او عندك وحدتين تدريبيتين في نفس اليوم، فده هيخليك تقع تحت ضغط من نقص كميه الطاقه. فلازم الوجبه الغذائيه او البرنامج الغذائي بتاعك اللي هيكون معاك حد متخصص بينفذه لك يكون قادر انه يحقق لك توفير كميات الطاقه اللي تخليك تتناسب او تخليك تتعامل مع المجهود البدني الشديد اللي لعيب الجودو بيخضع ليه. بالاضافه ان فضلات انتاج الطاقه، طبعا انا مش عايز ابقى اتكلم كلام ساينتفك يبقى كلام علمي صعب على الناس، ولكن انت لما بتتمرن انت جسمك بينتج طاقه، لما بينتج طاقه في بواقي او فضلات لانتاج الطاقه دي بتفضل في الجسم، ويمكن اشهرهم على الاطلاق اللي احنا نعرفه اللاكتيك اسيد او ايونات الهيدروجين اللي بتبدا تقلل من مجهود اللاعب. وبالتالي مهم جدا اكون عندي درايه، او اللي هيتعامل مع التغذيه مع اللعيب بتاعي عنده درايه ازاي يتخلص من فضلات انتاج الطاقه دي اللي ممكن في مرحله من المراحل بمنتهى الصراحه وبدون مبالغه ممكن تقلل من مستوى البرفورمانس بتاع اللعيب بصوره كبيره جدا، او مستوى الاداء واللياقه البدنيه بتاعته بصوره كبيره جدا. لازم البرنامج الغذائي رقم 3 يبدا يوفر لي كميات من الطاقه، يوفر لي كميات من الطاقه عشان تبدا تحقق لي الكوجنيشن ابيليتي او الكونسنتريشن او التركيز. يعني ايه؟ يعني قد يكون اللعيب بتاعي عنده مهاره كويسه جدا ولكن جسمه مش قادر يتوافق مع الجهاز العصبي بتاعه، مش قادر ياخد القرار، ما سرعه رد الفعل عنده فيها مشكله. وان كان ده عنصر لياقه بدنيه مهم جدا بننميه، ولكن اللي بيساعد في تحقيق ده بصوره بنسبه 100% هو التغذيه ونوعيه الاكل اللي بيخش في البرنامج الغذائي بتاعي. ولو حاولت اعمل سبوت على الحته دي بالتحديد، فهتكلم على نوعيات معينه من الدهون الصحيه اللي بتبدا تحسن من الاشارات العصبيه من الجهاز العصبي للعضلات، وبالتالي بتزود عندي التوافق العضلي العصبي. رابع نقطة بيوفرها لي البرنامج الغذائي انه بيأثر لي بالايجاب على الاميون سيستم، على الجهاز المناعي اللي هو حائط الدفاع الاول لحماية اللاعب بتاعي من الاصابة باي امراض. بالاضافة ان هو رقم 1 في حدوث عمليات الريكفري او عمليات الهيلينج او الاستشفاء او زيادة او نمو العضلات بعد التمرين. عشان كده مهم جدا برضو اركز على ان نوعية العناصر الغذائية في البرنامج الغذائي قبل الكمية مهمه جدا لتحقيق التكامل في تنميه القدرات البدنيه او المهاريه عند اللعيب بتاعي خلال التمرين او خلال المنافسات. رقم 5 تقليل فرص تعرض الاصابات. يعني لازم اكون مدرك تماما ان نقص الطاقه ونقص العناصر الغذائيه وبالتحديد البروتين والكربوهيدرات والدهون، ويمكن ده انا بشوفه بطريقه او بصوره كبيره جدا وسط الفئه من لعيبه الجودو بالتحديد، ان هو ما عندوش ثقافه انه ايه كميات الاكل وايه نوعيات الاكل. لا، وخد دي كمان عندك توقيت تناول الاكل، التوقيت النيوترينت تايمينج، توقيت تناول الوجبه في حد ذاته في غايه الاهميه بالنسبه لي، لانه في مرحله من المراحل لو حصل عندي عجز في كميات الطاقه وعجز في العناصر الغذائيه، تخيل ان جسمك بيتمرن فبيستهلك كميات من الطاقه وعناصر غذائيه اثناء التمرين، وفي نفس الوقت الجسم عشان يحافظ على مكوناته من العظام والعضلات والاربطه والاوتار محتاج كميه من الطاقه. لو ما قدرتش اوفر او احقق التوافق او اعمل حاجه اسمها انرجي مانجمنت، توفير لكميه الطاقه اللي تقدر تتوزع على التدريب بتاعي وتتوزع على جسمي، 100% يحصل اصابه. ولو اتكرر الموضوع ده خلاص بقت اصابه مزمنه، بقت حاجه اسمها كرونيك انجري، وفي التوقيت ده توقع ان اللعيب خلاص مستقبله انتهى، لان خلاص تكرار تعرض الاصابات هتوديه لحاجه اسمها اصابه مزمنه. خلاص يبقى انت كده لو حبيت اشبهها انك حرقت اللعيب بتاعك، خلاص في الموضوع انتهى. سادس حاجه والاخيره واللي انا بركز عليها توفير كميات من الطاقه مناسبه لتحقيق افضل مستويات الاداء وتتناسب مع المجهود العنيف المبذول في رياضه زي رياضه الجودو. لو جيت ابص بقى على اخر نقطه خالص هتلاقيها تنظيم الوزن، وهنا الكلام هيطول عن ايه الصح وعن كيفيه تحديد الفئه الوزنيه للاعب بتاعي لضمان مستويات اداء عاليه. يعني ما الاقيش لعيب مثلا مكونات جسمه او البادي كومبوزيشن بتاعه او الوزن الطبيعي المناسب للمرحله السنيه بتاعته 75 كيلو او 81 كيلو وتقول لي عايز العبه 66، ده كده خيال علمي، لان انت في المرحله دي
انت هتفقد عشان تنزل في الوزن، هتفقد كميات كبيره من الدهون اللي جسمه محتاجها. ولو قلنا ان الموضوع ده عادي مقبول ان احنا ممكن نعمله في مرحله معينه عشان الوصول للوزن، لا ده انت هتفقد كميات كبيره من الميه، ولو فقدت كميات كبيره من الميه فانت فقدت كميات كبيره من الاملاح المعدنيه والفيتامينات. فما تتوقعش ان اللعيب بتاعك هيقدر يؤدي حتى لو هو يمتلك من المهاره اللي يخليه في مرتبه عاليه جدا وسط اللعيبه على مستوى العالم، ولكن انت حطيت جسمه تحت ضغط خلاص ما عادش قادر يديلك. انت فقدت كميات ميه وكميات املاح معدنيه. وبدون الدخول في تفاصيل علميه، كتير جدا بنقابل لعيبه بيحصل لها مشاكل اثناء التدريب من ارتفاع معدل ضربات القلب او انخفاض معدل ضربات القلب اللي ممكن يوصل اللعيب بتاع توقف القلب المفاجئ، وده بسبب حاجه صغيره جدا ممكن ما حدش ياخد باله منها. تخيل ان هو ممكن يكون نقص في عنصر زي عنصر البوتاسيوم. عشان كده لما بنبدا نشتغل مع اللعيبه بتاعتنا بنطلب بصوره مهمه جدا تحليل مرتبط بالالكترولايت عشان اقدر اتعامل واشوف ايه المشكله اللي ممكن تقع على اللعيب بتاعي اثناء التمرين، او ايه اللي مأثر في البرفورمانس بتاعه. ممكن يكون المشكله مش مع المدرب ولا مع مخطط الاحمال، ممكن تكون المشكله مع البرنامج الغذائي والعناصر المتوفره في جسم اللعيب. ممكن يحصل نقص في البوتاسيوم، يحصل زياده في الصوديوم، يحصل نقص في الكالسيوم، يحصل نقص في المغنيسيوم، يحصل نقص في الحديد، وده هيترتب عليه نقص في كل العناصر اللازمه لاتمام عمليات انتاج الطاقه داخل الجسم. طبعا يعني عشان برضه اكون صريح معاكم ان ساعات كتير جدا بيبقى مطلوب مني ان انا اقدر اوصل اللعيب لفئه وزنيه، والبدايه السليمه لتحقيق ده هو في بدايه السيزون، ان انا ابدا اشوف انا اللعيب بتاعي هيلعب كام، وابدا اشتغل معاه بالبرنامج الغذائي اللي يقدر يوفر له العناصر اللازمه لانتاج الطاقه، انه يستجيب للمدرب ويستجيب لتعليماته ويستفيد من البرنامج التدريبي، وفي نفس الوقت اوصل لحاجه اسمها ويت مانجمنت او تنظيم للوزن في مرحله معينه قبل الدخول في المنافسات اصلا، عشان اقدر احافظ على مستوى اللياقه اللي اكسبها ومستوى القوه اللي اكسبها اثناء التمرين. ولكن الكلام ده بقى للناس اللي شغاله في التغذيه برضه. لو انت اضطريت انك توصل لانك تستخدم احد الطرق اللي ممكن نقول عليها، يعني في اتجاهات حديثه دلوقتي دوليه لمنع طرق انقاص الوزن السريعه زي المدرات البول دايريتك، زي اللازكس والفئه بتاعته، زي الساونا وشبكه الجلد والكلام اللي احنا عارفينه ده كله في عمليه انقاص الوزن. لو اضطريت تلجا لحاجه زي كده لها معايير معينه، لازم تكون مش اي حد يعملها، مش اللعيب اللي يعملها من دماغه، مش المدرب اللي يعملها من دماغه، لا لازم يكون مع حد متخصص يقدر يعوض له الفقد في السوائل دي بعد الوصول للوزن المناسب بعد الميزان. ازاي يسرع من عمليه تعويض مخازن الجسم من الكربوهيدرات اللي هي مصدر الاساسي لانتاج الطاقه، ازاي يبدا يعوض له كميات الالكترولايت او الاملاح المعدنيه اللي فقدها، اللي هي بنسبه 100% هي رقم واحد في تحقيق المستوى العالي او البرفورمانس بتاعه، انه يبقى في قمه الاداء بتاعه اثناء المنافسه. طبعا الطريقتين دول معروفين، يا اما حاجه اسمها الووتر لودنج بدون الدخول في تفاصيل علميه كتيره، او ان انا ابدا اشتغل معاه في برنامج لو كارب. عشان كده مهم جدا ابقى رابط بيني وبين المدرب ان امتى هتعمل تابرنج، امتى الشده هتنزل، امتى هتشتغل تكنيك وتكتيك بس، امتى هبدا انا اشتغل على برامج اللو كارب ان انا اقلل الكربوهيدرات، امتى اقدر اعلي البروتين عشان ما اعملش فقد في الكتله العضليه في الفتره اللي قبل المنافسه مباشره. بس كده لا، تيجي تساله بتاكل قد ايه يقول لك باكل 3 وجبات. مش اسمها كده، صعب، بيبقى صعب جدا انك توفر كميه الطاقه المناسبه للعيب بتاعك في مرحله زي دي. عشان كده مهم جدا يبقى عندي قدره امتى ياكل، وايه توقيت تناول الاكل، وازاي اوزع الاكل بتاعي على مدار اليوم، ونوعيه الاكل اللي هاكلها هتبقى قبل التمرين بقد ايه، هاكل رز وسلطه وخضار يبقى قبل التمرين بقد ايه، هاكل البطاطا والبطاطس هيبقى قبل التمرين بقد ايه، هاخد السبلمنت بتاعتي قبل التمرين بقد ايه او بعد التمرين بقد ايه، ايه الوجبه الاساسيه اللي المفروض تكون بعد التمرين مباشره. عشان كده عندي حاجه اسمها نيوترين تايمنج، ودي مهمه جدا اخلي بالي منها. رقم 2 جوده الاكل. مفيش حاجه اسمها يا جماعه انا باكل وخلاص. يعني انت راجل عايز تبقى بطل، عايز تحقق نتيجه مهمه جدا او نتيجه عاليه ليك ولبلدك وللنادي بتاعك وللمدرب ولاهلك، فمهم جدا يبقى عندك قدره انك تبقى فاهم ان نوعيه الاكل، لا ده نوعيه الاكل اخطر ما يمكن. ايه كميات الكارب، ايه نوعيه الكارب، هاكل ايه. طب ما البيتزا كارب،
والفاست فود كارب، ولكن تخيل معايا ان نوعيه العناصر الغذائيه اللي موجوده في النوع ده من الاكل من الفاست فود دي ممكن تضرك، ما تنفعكش، دي ممكن تزود الالتهابات عندك في جسمك. لو زودت الالتهابات فكل عمليات الاستشفاء والريكفري عندك قلت. ما تستهونش بحاجه صغيره ممكن تكون انت مش فاهمها. عشان كده خلال فترات المنافسه تماما امنع اي حاجه ممكن يكون فيها ترانس فات، دهون متحوله، اي حاجه فيها صوديوم عالي، اي حاجه فيها فاست فود بالتحديد، لان نوعيه الفاتس هنا او ترانس فات هنا بترفع عندي من مستويات الانفلاميشن، ودي بتزود مستويات هرمون الكورتيزول، وده هيبدا يزود معاك من مصل بروتين بريك داون، يقلل من قدره الجسم على الاداء، يقلل من مستوى الاداء والبرفورمانس بنسبه على الاقل 60 70%، وتبقى انت طول السيزون طول التمرين مستواك عالي جدا واللياقه البدنيه عندك عاليه جدا، وتيجي اثناء المنافسه بسبب غلطه بتعملها ممكن توصلك لمرحله من مراحل ان مجهودك طول السيزون كله يروح في البطوله. طيب يبقى جوده الاكل في غايه الاهميه، الدهون الصحيه عشان تقدر تحافظ على الكوجنيشن ابيليتي او القدرات الذهنيه او سرعه رد الفعل او التركيز. ويعني عشان اكون صريح معاك انك تاخد قرار صح، ان انت عندك الجودو وعندك الجهاز العصبي عندك الجهاز العضلي، وبالتالي يبقى انت حاسس انك عايز تاخد حركه، تاخد قرار، تخطف في وقت معين ومش قادر تعمل ده، وده طبعا يعني جزء من الثانيه يضيع مجهودك خلال الموسم كله. الميه يا جماعه في غايه الاهميه، الميه هي رقم واحد، او الريهيدريشن، عشان تبدا تحقق الانقباض العضلي السليم، تحقق التوافق العضلي العصبي السليم. يعني لازمه مهمه جدا. 90% من بلازما الدم اللي بيمشي في جسمك ميه، والدم ده هو اللي بينقل الاكسجين وبينقل العناصر الغذائيه، الباور، البنزين اللي عضلاتك بتستخدمه عشان تنتج طاقه وتحقق، وما يشربش ميه. اكبر جريمه بتحصل. ناس كتير بتهتم بالميه على مدار اليوم وفي التمرين لا، او العكس، يهتم بالميه اثناء التمرين وعلى مدار اليوم لا. خلي بالك ان احدث الدراسات العلميه اللي اتكلمت في الموضوع ده بتاكد على ان انخفاض 2% من الميه الموجوده في جسمك اثناء التمرين دي بتعمل نقص في القوه العضليه، اللي هي احد اهم العناصر اللياقه البدنيه المهمه للاعبي الجودو. طيب لو زاد النقص اكتر من 4% ده ممكن يعمل ضربه حراره ويؤدي للوفاه. فخليك مدرك تماما ان برضه حساب الميه اللي جسمي محتاجها دي لازم يكون معاك حد متخصص يحسبها لك، ودي بنعملها بطريقه ميدانيه سهله اقولها للمدربين دلوقتي. اوزن اللعيب بتاعك دايما قبل التمرين، ووزنه بعد التمرين 3-4 ايام ورا بعض، وعلى قد ما تقدر حاول توصل للمتوسط اللي بيفقده اثناء التمرين. ومهم جدا يعوض كميه الميه، كل كيلو جسمه هيفقده اثناء التمرين محتاج قدامه لتر ميه يعوضهم على مدار اليوم، او يتم اضافتهم من الميه الكليه بتاعته على مدار اليوم. ده مش اوبشن، ده مش اختياري، يعني ده نص ساعه في كميات ميه اثناء التمرين، كل ثلث ساعه او كل ربع ساعه في كميات ميه معينه لازم يشربها. وده صدقني مش مجرد ان هو هيحقق لك صحه اللاعب، لا ده هيطور لك في البرفورمانس والاداء بتاعه على مدار اليوم. توقيت تناول الوجبه، وعشان ما شتتش حضراتكم، ان هنقول ان طبعا الاكل قبل التمرين مهم بفترات كافيه، ونوعيه الاكل وكميه الكارب المحسوبه اللي هو البنزين بتاع جسمك. لا برضه وجبه بعد التمرين مهمه تحقق لي 4 حاجات، 4 حاجات مهمين جدا الدراسات العلميه بتاكد عليهم في اي رياضه، ما بالك بقى رياضه عنيفه زي الجودو. اول حاجه لازم تحقق لي حاجه اسمها ريجنريت اميون سيستم، لازم ابدا احفز الجهاز المناعي عشان يبدا يعالج الاثار السلبيه للتدريب، يبدا يعالج المشاكل اللي حصلت في العضلات، يبدا يبعد او يشيل النواتج الضاره ل فضلات انتاج الطاقه اللي حصلت او تم انتاجها داخل الجسم اثناء التمرين. ويمكن مصطلحات كتير ناس من حضراتكم يعرفوها زي الفري راديكالز او الشوارد الحره او الرياكتيف اوكسجين سبيسيز، ودي من اهم الفضلات اللي ممكن تدمر او تقلل من الريكفري وتسبب اصابات كثيره للعيب بتاعي. لازم احقق حاجه اسمها ريشارج انرجي، انت اتمرنت فانت جسمك فقد كميات من الطاقه لازم تعوضها.
انا عندي لعيب بيتمرن مرتين في اليوم، بيتمرن 3 مرات في اليوم، فلازم يكون عندي قدره ازاي اوفر له كميه الطاقه اللي هيستخدمها في الوحده التدريبيه اللي بعد كده. مش عشوائي، لا، لو حصل انه نزل اتمرن من غير ما ياكل او من غير ما يحصل على كميات من الطاقه الكافيه للوحده بالجمله، وده هيقلل من فرص ان انا اطلع بطل او احقق اوفر بطل، مع ان حتى لو عنده المهاره ان انا اوفر بطل لمصر انه يبدا يوصل للمحافل الدوليه ويحقق معانا نتائج عاليه. لازم يكون عندي قدره اعمل ريهيدريشن، تعويض للسوائل دي اتكلمنا عنها من شويه. لازم اكون بعمل حاجه اسمها ريبيلد ماسل تيشو، ان انا ابدا اجدد او ابني الخلايا العضليه اللي هتزود عندي القوه العضليه، هتزود عندي الحجم العضلي. واعتقد ان احنا في الفتره الاخيره طبعا برعايه الاتحاد في المعسكرات الكتير اللي بنعملها وبنوفرها للعيبه في الفتره دي، والاحتكاك المستمر مع اللاعبين الدوليين، شفنا الفرق في الشكل، فرق في الحجم العضلي، فرق في اللياقه البدنيه. وده مش ناجم على ان انا عنده لعيب عنده مهاره بس، لا، ده انا عندي لعيب زي ما قلنا في البدايه بيعرف يتمرن كويس، عنده لياقه كويسه، عنده جودو كويس، وبيعرف ياكل كويس وامتى وايه نوع الاكل، وبيعرف ينام امتى ويريح نفسه امتى ويوصل لمراحل عاليه من الريكفري ازاي. اخر حاجه المكملات. كلامي هنا مش هيبقى يعني كتير، ولكن انا هتكلم على دور المكملات في تطوير مستوى الاداء، وايه اهم المكملات اللي تفيد او المهمه بالنسبه للعيب الجودو. خلي بالكم من حاجه، المكملات ما السحر. يعني المكملات الغذائيه انا مش بقول ان هي الاساس او رقم واحد في تحقيق النتائج بتاعتنا، ولكن اذا كان عندي لعيب هيقدر يحصل على كافه عناصر الغذاء بتاعته، كافه كميات الطاقه اللي محتاجها من الاكل كان بها، مش هيحصل ده وهيبقى فيه مشكله والقيمه الغذائيه الاكل قلت زي ما كلنا عارفين، يبقى لازم ساعتها افكر في المكمل الغذائي اللي يبقى مدعم او مهم جدا لنظام انتاج الطاقه المستخدم في الرياضه بتاعتي. انا عندي رياضه الجودو من الرياضات اللي بتحتاج مجهود عنيف، تشتغل جزء كبير منها انايروبيك وبينتج عنها لاكتيك اسيد كتير، واللعيب بتاعي محتاج قوه عضليه كبيره، محتاج سترينث، محتاج ماسكولار انديورنس، تحمل عضلي، محتاج قوه مميزه بسرعه، محتاج تحمل قوه، محتاج تحمل سرعه. فمهم جدا اقدر اوفر كميات الطاقه او اوفر العناصر اللي موجوده في المكملات الغذائيه اللي تحقق لي الهدف ده. من وجهه نظري اهم المكملات اللي ما ينفعش لعيب مستواه عالي او لعيب انا شايف هو محتاج يطور من المستوى ده عنده، ما تبقاش المكملات دي موجوده. اهم حاجه المالتي فيتامين والمالتي فيتامين برضو بناء على تحليلات معينه انا بطلبها وبتوصل عنده نقص في حاجه معينه زي فيتامين دي، وده خاصه مع البنات، فيتامين دي، الكالسيوم، الحديد، وبقيه الفيتامينز، فيتامين بي، ومضادات الاكسده زي السيلينيوم، زي فيتامين سي. مهم جدا ابقى عارف ان قبل ما اكتب حاجه لازم اكون عارف ان اللعيب محتاجها ولا لا. عشان كده المالتي فيتامين في غايه الاهميه. الاوميجا 3 مهمه جدا انها تبدا تحقق لي التكامل في وتزود لي الكوجنيشن ابيليتي او القدرات الذهنيه، بل في بعض التوقيتات محفز لهرمون التستوستيرون طبيعي داخل الجسم. مهم جدا اركز في الحاجات اللي ممكن تكون مفيده في نظام انتاج الطاقه المستخدم عندي في رياضه زي رياضه الجودو، زي البيتا الانين او البيتا الانين، زي الكرياتين، زي الواي بروتين. ودي من اهم، طبعا مش هتكلم في التفاصيل هي بتعمل ايه بالتحديد، ولكن دي ليها طرق معينه في استخدامها وتوقيتات لتناولها. الزحمه في المكملات مش مطلوبه، خاصه ان عندنا في الوادا في المنظمه الدوليه لمكافحه المنشطات ما بتعتمدش اي مكمل، وخلي بالكم المعلومه دي كويس جدا، ما بتعتمدش اي مكمل. مهم جدا حضرتك تفهم ان هو مش مسؤول عن المكمل اللي انت بتاخده، عشان كده لازم يكون معاك حد متخصص يقدر يعرفك هل المكمل ده امن سيف، هل المكمل ده انت جسمك محتاجه فعلا ولا مش محتاجه. اذا ركز في الحته دي كويس، مش اي مكمل تاخده، مش اي شركه تستخدم المكمل الغذائي بتاعها. لازم تكون مدرك تماما ان تحافظ على نفسك ازاي من طرق مكافحه المنشطات او من اللجنه الدوليه لمكافحه المنشطات، عشان تحمي نفسك وتحمي اللعيب بتاعك كمدرب. ده في غايه الاهميه بالنسبه لك. زحمه المكملات في النهايه مش
هي المطلوبه، ما تاخدليش كميه كبيره انت بتقول انا باخد مكملات. لا، لازم تركز تسال نفسك سؤالين: هل المكمل ده هيفيدني في الرياضه بتاعتي، هيفيدني في الاداء بتاعي ولا لا؟ ودي يمكن بنبقى اكتر حاجه بنركز عليها الكرياتين والبيتا الانين وتوقيت انا بحصل على كميه البروتين اللازمه اللي تقدر تحافظ لي على القوه العضليه وتحافظ لي على مستوى الحجم العضلي وتحقق لي الريكفري والاستشفاء لكل المطارات الفسيولوجيه الوظيفيه داخل الجسم ولا لا. واخر نقطه عشان ناخد اسئله حضراتكم، لازم نكون مدركين تماما اهميه التغذيه في الوصول للمستويات العليا، واهميه ان انا اكون عندي درايه او ثقافه غذائيه. مش هقول اكون بروفيشنال او متخصص، ولكن اكون مدرك تماما ان التغذيه هي اللي هتخلي اللعيب بتاعي يستغل المهاره عنده اثناء الاداء. التغذيه هي اللي هتزود عناصر اللياقه البدنيه، لان هي البنزين اللي هيخليك تتمرن وتستفيد من البرنامج التدريبي بتاعك. لو في اي حد من الساده الحضور عنده سؤال احنا جاهزين للرد باذن الله. دكتور احمد سامعني؟ سامعك دكتور ايمن. دكتور محمد مغازي، لو حد عايز اي سؤال بيعمل ريسنج، وحضرتك بتفتح له المايك عشان يسال ودكتور ايمن يجاوب عليه. تمام يا دكتور صبرا. طبعا معانا كابتن بنشكرك شريف. يا دكتور ايمن. كابتن شريف. العفو دكتور احمد، تحت امرك يا باشا. اتفضل يا كابتن شريف. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام ورحمه الله وبركاته. اولا انا بشكر الدكتور جدا، ودي معلومات طبعا يعني كويس ان الاتحاد عمل حاجه زي كده. بنشكر حضرتك عليها، ونشكر الكابتن مرزوق والدكتور احمد صبرا والاتحاد كله. يعني يا ريت ان شاء الله كل ده يبقى على طول في زوم وفي حاجات تقربنا من بعض وتثقفنا اكتر واكتر. هو بس عايز اسال الدكتور سؤال. الكابتن مرزوق فعلا خد قرار بده باذن الله. هسال حضرتك سؤال معلش. هو كان من كام سنه كنا عم ناخد دوره النقابه، ففي دكتور قال لنا الوجبه اللي تبقى قبل يعني ما بين الميزان وما بين اللعب. يعني احنا مثلا في الجودو تقريبا بياخد ساعتين بين الميزان واللعب او 3 ساعات تقريبا. فاقرب وجبه تتاخد وتتحرق بسرعه وما اللاعب ما يخش على البساط لا قدر الله يرجع ويحصل اي حاجه، عشان ده شفناه كتير الاول الفتره اللي فاتت. فبيبقى تقريبا وجبه الكشري اللي هي كلها كربوهيدرات. ده صحيح ولا مش صحيح؟ طيب بص هقول لك على حاجه. انا اتكلمت من سؤال حاجه اسمها النيوترينت تايمنج، توقيت تناول الوجبه، صح؟ وقلت ان في علاقه ما بين نوعيه الاكل وتوقيت الحصول على الوجبه كده. طيب تمام. عندي مصطلح مهم جدا خلي بالك منه، اسمه الجلايسيميك اندكس. يعني ايه جلايسيميك اندكس؟ يعني مؤشر انكسار سكري، فما يعمليش مشاكل في الهضم اثناء الاداء او اثناء المنافسه. حلو. فبنقسم من نوعيه الاكل كلها وخاصه الكربوهيدرات حسب سرعه هضمها وامتصاصها. فعندي اكل يتاكل قبل التمرين او قبل المنافسه بثلاث 4 ساعات. حلو كده. ودي بتبقى وجبه كامله فيها كربوهيدرات، الرز، المكرونه، الخضار، السلطه، الدهون الصحيه بتاعتي ايا كان. وبنحاول يعني نركز ان تكون وجبه متكامله والتركيز كميه الكرب فيها اعلى. يعني الرز، المكرونه، الحاجات دي بتبقى فيها اعلى. تمام. والبروتين متوسط ومع الخضار. طب انا ما عنديش وقت، انا عندي ساعتين بس، خلاص. يبقى مهم جدا ابعد اي حاجه فيها الياف او اي حاجه فيها الدهون. يعني انا ما عنديش غير ساعتين بس، يبقى اقلل اي حاجه فيها الياف خالص عشان دي بتبطئ من الامتصاص، واقلل حاجه في اي حاجه فيها دهون عشان برضو بتبطئ من الامتصاص. فركز هنا على ايه؟ ركز على البطاطس، على البطاطا، على الرز الابيض المسلوق، على الشوفان الابيض المبشور، حتى لو حطيت عليه لبن يبقى لبن خالي الدسم، على المكرونه المسلوقه البيضه. خلي بالك بقى، ركز ان عندي رز بني وعندي رز ابيض، صح؟ وعندي مكرونه غامقه وعندي مكرونه بني يعني، وعندي مكرونه فاتحه. فيعني تخيل لو قلت لك رز بني تقول لي على طول لا ده ما ينفعش غير قبل التمرين بثلاث 4 ساعات. رز ابيض وصل لك الفكره؟ طب انا ما عنديش غير ساعه. لا، الفواكه المجففه، السبورت درينك، زي الجاتوريد او الباور ايد، زي المنتجات المالتي ديكسترين او الجلوكوز اللي بتتباع في السبلمنت ستور او في محلات المكملات، زي الفيتارجو، زي
الكاربو بلس، السوبر كاربو بلس، الكارب كود، او السبورت درينك المتعارف عليه اللي هو نوع السكر فيه يكون سريع. اتمنى تكون الاجابه كده ايه واضحه. لكن يعني هو طبق الكشري حلو جدا، بس يعني فتره كافيه قبل المنافسه عشان هيبقى في عدس، والعدس هيبقى هياخد وقت. فاهم قصدي انت؟ طبعا هياخد وقت في الهضه، يعني شيل الحاجات اللي ممكن تكون هتعطل هضم الصوص. تمام تمام يا دكتور ايمن. في الجود مار، اتفضل معاك المايك. السلام عليكم. شكرا للندوة، غاية في الأهمية. بس أنا ليا سؤال. أنا عايزة من استخراج الكرياتين من مواد غذائية طبيعية، أستخرجه إزاي؟ وهل هو طيب. ليه أهمية في كجودو كقوة؟ يعني إن أنا أحتاج إن العضلة تبقى كبيرة ولا العضلة تبقى قوية؟ إيه الفرق ما بين طيب حلو جدا. تضخم العضلة وقوة العضلة في طب حلو استخدامها جدا. للجودو بالذات؟ حلو وشكرا، جدا. وأتمنى بالذات كمان ندوة عن الحس الحركي بما يخص الجودو فقط. وشكرا جدا ليكم. نعم. طيب بالنسبه لسؤالك ازاي استخرج طبعا هو كذا سؤال، بس الجزء الاولاني ازاي استخرج الكرياتين من الاكل الطبيعي بتاعنا، صح؟ طيب هو الكرياتين كحمض اميني او كنوع من انواع الاحماض الامينيه او البروتينات اللي الجسم بيقدر بيكونها من كذا حمض اميني نون اسينشال داخل الجسم، موجود في كل انواع الاكل، موجود في اللحمه وفي الفراخ وفي السمك وفي البيض وفي الجبنه، موجود في حتى منتجات البروتين النباتيه. ولكن عشان اكون صريح معاكي، احتياج الجسم من الكرياتين عشان تقدري توفريه من البروتين الطبيعي، لا، هحتاج كميات كبيره جدا من البروتين الطبيعي. واحتياجك لكميات كبيره جدا من البروتين الطبيعي ده فيه لود على جسمك، سواء لود فيسيولوجي على الكبد والكلى او لود مادي علينا. فبالتالي لما اجي ابص على اهميه الكرياتين كمكمل غذائي للاعبي الجودو بالتحديد، الكرياتين من اهم العناصر اللي بتزود مخزون العضلات من فوسفات الكرياتين. انت اكيد فهماني طالما سالت السؤال ده. من فوسفات الكرياتين، وبما اني بتكلم على فوسفات الكرياتين فانا بتكلم على عمليه سرعه اعاده تكوين مخزون العضله من الاي تي بي اللي هو الادينوزين تراي فوسفات، وهو ده مصدر او هو الصوره النهائيه لانتاج الطاقه داخل الجسم اللي كلنا بنسعى ليها لزيادتها داخل العضله، وبالتالي بتحقق معايا زياده في سرعه الاداء وقوه الاداء. طيب الكرياتين المشكله ان الجسم ما بيقدرش يعني يحصل على كميات كبيره من الاكل، فبالتالي انا بدعم بعمل بدخله كسبلمنت او كمكمل غذائي في البرنامج الغذائي اللعيب، البرنامج الغذائي الخاص باللعيب بتاعي. انا رايي ان هو يبقى جاست 5 جرام بس يوميا، من غير لودنج ومن غير تحميل ومن غير اي حاجه، بس بشرط ان انا احصل على كميات ميه كافيه على مدار اليوم وانا بتناول الكرياتين. الكرياتين طبعا تحميل زمني مش تحميل كمي، يعني ياخدوا فتره زمنيه معينه عشان يبدا يزود عندي مخزون العضله من فوسفات الكرياتين، وبالتالي يبقى ريجنريت للاي تي بي، ودي وظيفه الاساسيه للكرياتين، خلي بالك، ريجنريت للاي تي بي. طيب اللعيب ده محتاج قوه؟ فعلا محتاج قوه. هل محتاج حجم؟ فعلا محتاج حجم. طيب عشان افرق لك بين القوه العضليه او الحجم او اللي احنا بنسميه حاجه اسمها المايوفايبر هايبرتروفي والساركوبلازميك هايبرتروفي كتير، ده بيزود عند اللعيب بتاع السترينث القوه العضليه. والكرياتين مهم جدا، هو مش هيزود القوه، هو الكرياتين هيزود الطاقه اللي انت هتستخدميها اثناء التمرين، فبالتالي القوه هتزيد. يا رب تكون الاجابه كده واضحه. يبقى الكرياتين هيزود الطاقه اللي هستخدمها اثناء التمرين، خاصه تدريبات المقاومه اللي هتنمي القوه العضليه عندي، وبالتالي القوه العضليه هتزيد نتيجه زياده ايه؟ زياده المايوفايبر الاكتين والمايوسين جوه العضله، ده هيرمي معايا قوه. وده يمكن اللي احنا بنحاول نفرق، نقول ايه الفرق بين لعيب الجودو مثلا او لعيب كمال الاجسام. ده الجزء المهم، ان القوه العضليه هنا مهمه جدا. طيب اكتر مرتبط بالكربوهيدرات، اكتر مرتبط بكميه السوائل جوه الليفه العضليه اكتر. عشان كده ممكن تلاقي حد القوه عنده بتزيد والحجم ممكن ما يزيدش، القوه عنده تزيد، السترينث عنده يزيد، لكن الشكل نفسه، شكل او حجم العضله نفسه ما يزيدش لو هو ماشي على برنامج منخفض الكربوهيدرات، لو هو ماشي على برنامج في فتره من فترات التخسيس. عشان كده لما باجي اقلل وزن او اعمل انقاص وزن للعيب بتاعي
عن طريق تقليل الكربوهيدرات، بيقول لي علي البروتين شويه عشان تحافظ على الكتله العضليه المكتسبه اثناء التمرين. وفي نفس الوقت مهم جدا ان انا ابقى واخد بالي ان لو السوائل اللي جوه العضله نزلت، ازاي ابدا اعوضها تاني بعد الوصول للميزان المناسب. عشان كده في بعض التوقيتات بقول لك قبل الميزان بحوالي مثلا 4-5 ايام كده، لا ممكن نوقف الكرياتين، او اسبوع نوقف الكرياتين. هو المشكله هنا في ايه؟ ان انا ساعتها ببقى بلجا او بحاول اقلل كميات الميه الكتيره جوه الجسم، او جوه سواء جوه العضله او بره العضله يعني. فلو انا قللت الكرياتين، هو بيحتاج معاه كميات ميه كتيره جوه العضله، ودي احد يعني ايه ممكن اعملها لو انا كنت بستخدم الكرياتين حتى خلال فترات الاعداد. الكريستال الطاقه اللي بتناسب النوع ده من الاداء، تدريبات المقاومه، تدريبات السترينث الريزيستنس او السترينث. الكرياتين هيقدر يوفر لي زياده من فوسفات مخزون العضله من فوسفات الكرياتين. واتمنى الاجابه تكون كده وصلت، ولو في اي استفسار ثاني معاك. كابتن احمد هشام، اتفضل. السلام عليكم يا دكتور. عليكم السلام. السلام ورحمه الله طبعا وبركاته. انا بشكركم جميعا على الندوه الجميله دي. بعد الشكر، كان في حاجه بس مهمه سريعه بالنسبه، انا اللي فهمته كده من حضرتك ان احنا كمدربين لازم ان احنا مع اللعيبه اللي احنا بندربهم نوجههم ان هم لازم كلهم يتوجهوا لحد بتاع تغذيه رياضيين عشان يعمل لهم بادي ماس اندكس ويمشيهم على النظام الغذائي اللي هيناسب كل واحد فيهم حسب الفروقات الفرديه وحسب طبيعه جسمه. ده اول حاجه انا فهمتها، لان الموضوع ده مهم وما ينفعش احنا كمدربين نفتي فيه. كلام هايل دي جدا. اول حاجه. الحاجه الثانيه اللي انا بس كنت عايز اعرفه من حضرتك مهم جدا التحاليل، لان معظم اللعيبه عندهم مشكله انيميا وعندهم مشاكل في كتير من الاملاح والمعادن اللي ناقصاهم. تمام. وده احنا بنلاحظه في التمرين، لما بنبدا التمرين بيبدا اللعيب بيبقى تعبان، انا مش قادر، يدوخ في النص. فاحنا عايزين نعرف ايه التحاليل اللي احنا ننصح بيها اولياء الامور ان هم يعملوها عشان نطمن ان اللعيب ده اهل بدنيا كجسم ان هو يتمرن وما عندوش مشاكل صحيه. هايل جدا، هايل. فانا كده انا اللي طيب. فهمته من التغذيه انا مش هتدخل فيها، بس التحاليل دي حاجه مهمه. كلام مظبوط جدا، وعشان كده انا برضه هقول لك على التحاليل اللي انت كمدرب ممكن تطلبها، وفي نفس الوقت تعرضها على متخصص فيقول لك المشكله فين. لان الوصول للمشكله خلي بالك هو بدايه العلاج. يعني الوصول للمشكله وان انا ما يبقاش عندي لعيب بيشتكي كذا مره من نفس الحاجه، وانا كمدرب بضغط عليه في التمرين متخيل ان هو بيتدلع. قد يكون بيتدلع في بعض التوقيتات، انا مش هختلف معاك، ولكن مهم جدا طالما المشكله اتكررت والشكوى اتكررت يبقى لا، في مشكله لازم اوصل لها، والعلاج ده ممكن يكون مع المتخصص. عشان كده اهم التحاليل اللي بطلبها من اللعيبه قبل ما نبدا خالص في وضع برنامج غذائي، مهم جدا اطلب منه صوره دم كامله. مهم جدا اطلب منه تحليل ل5 الكترولايت او املاح معدنيه، واحنا بنسميهم المحددات الاساسيه لتطوير الاداء او لانتاج القوه او الكالسيوم، المغنيسيوم، الحديد. لازم اعرف مستويات العناصر دي في جسم اللعيب بتاعي واصله لحد فين. يبقى اول حاجه هطلبها صوره دم كامله. ثاني حاجه هطلب الالكترولايت اللي اتكلمت عليها من شويه، الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم. خلي بالك اي عجز في الاربعه دول يحصل مشكله كبيره جدا مع اللعيب بتاعي. يحصل مشكله في الانقباض العضلي، يحصل مشكله في نقل الاشارات العصبيه، يحصل مشكله في عمليه الريكفري، ممكن يتعب يتسبب له الاجهاد عشان اقدر اوصل. هذه المشكله اصلا مرتبطه الانيميا، مش شرط تكون نقص حديد، ممكن تكون نقص فيرتين. عشان كده مهم جدا ابقى انا عندي درايه اعرف ايه اسباب الانيميا. فببدا بالبدايه طبعا خالص صوديوم، بوتاسيوم، كالسيوم، مغنيسيوم، الحديد. لو انا هدعم اللعيب بتاعي بمكملات غذائيه مهم جدا اعمل له تحليل قبل ما ابدا اكتب اي مكمل غذائي، سواء مكملات مرتبطه بالبروتين او بانتاج الطاقه او بالفيتامينز او غيرها. مهم جدا نعمل وظائف كلى وانزيمات كبد. واصله كده المعلومه يا كابتن؟ واصله كده الاجابه ولا في مشكله؟ تمام، هو كده تمام يا دكتور. هو ناخد بعد كده محمد يوسف، اتفضل.
كابتن محمد. طيب ناخد كابتن ياسمين صبرا، اتفضل. مساء الخير عليكم كلكم مساء جميعا. النور. هو في مشكله بتقابلنا للبنات مخصوص، وقت البيريود بيزيد جسمهم، فوقت بيبقى وقت اكيد البطوله في ميزان، فاحنا بنتحط في موقف تبقى هي جايبه ميزانها وقبل البطوله بيحصل زياده في الوزن فجاه، ما بنعرفش نتعامل في الموضوع ده. هل احنا يعني هنعرف ان البيريود بتعمل احتباس في الميه؟ اكيد. فيعني طيب انصحها بان هي ما تشربش ميه او اجاوب الموضوع حاجه على السؤال ده. تمام. اولا احنا عندنا مع البنات بالتحديد عندنا مشكلتين اساسيتين. المشكله الاولى وبالذات احنا في الرياضه بفئات وزنيه، يعني الميزان فيها هو رقم واحد بالنسبه لي. بيحصل مشكلتين عند البنت لما تبدا تحاول تقلل من كميات الطاقه او تقلل من كميات الاكل اللي بتاخدها عشان ما تزيدش في الميزان، او ده خلال فترات التدريب عموما يعني. وده بيسبب عندها ان جسمها خلال فترات البريد بيحتاج كميات طاقه معينه. طب لما انا اصلا ببقى عايز كميات طاقه وانا اوريدي مقلل في الاكل ومقلل في كميات الطاقه اللي داخله جسمي، ده يخلي البنت اسرع حاجه للتعرض ليه خلل في البريد. ودي شفناها مع بنات كتير، ان البريد ممكن يحصل لها توقف فترات زمنيه كبيره من 3 ل 6 شهور، ودي من اخطر ما يمكن على كل التغيرات الهرمونيه اللي جوه البنت. بالاضافه لفقد العناصر الاساسيه زي فيتامين دي، زي الكالسيوم، زي لحم البنات، او كاخصائيه تغذيه شغال مع بنات. العناصر دي بتبقى بكميات اكبر شويه عن الولاد، لازم اوفر لها كميات اكبر من الكالسيوم، كميات اكبر من فيتامين دي سواء من خلال الاكل او من المكملات، كميات اكبر من الحديد برضو سواء من خلال الاكل او من خلال المكملات. لان لو ما عملتش كده ده هيوصل معايا لمشاكل فسيولوجيه جوه البنت، بالاضافه ان تعرضها لهشاشه عظام بصوره كبيره جدا، خلل في البريد بصوره كبيره جدا. طيب التغيرات الهرمونيه اللي بتحدث للبنات اثناء فتره المينسترال او فتره الدوره الشهريه دي بتؤدي لحدوث حاجه اسمها ووتر تنشن او زياده في كميات الميه. عشان كده احنا بنمنع الانبادي اصلا نعمله خلال فترات البرد، ولا قبلها باسبوع ولا بعدها باسبوع، اللي هو جهاز قياس مكونات الجسم يعني. في الحاله اللي زي دي عندي حلين ما لهمش ثالث. رقم واحد، اوفر العناصر اللي جسمها محتاجها بصوره اساسيه: الصوديوم، البوتاسيوم، الكالسيوم، المغنيسيوم، الحديد، فيتامين د، لازم اوفرهم بصوره اساسيه ومع كميات كافيه من الميه، لان الميه بتتحارب بالميه. يعني ايه ما بتتحارب بالميه؟ يعني عشان انزل كميات الميه كتير لازم ازود كميات الميه اللي جسمها هيحصل عليها، ودي برضو ليها طريقه للحساب. يعني مش عشوائيه، مش اشرب ميه كتير وخلاص، لا، ده انا هبدا اشرب كميات ميه عاليه من امتى قبل الميزان، وهبدا اوقف امتى قبل الميزان. يعني هبدا من كام لتر، ودي بتتحسب بكام ملي لتر ميه لكل كيلو جرام، تختلف من لعيب للتاني، من 80 ل 100 ملي لتر تقريبا، وبتبدا تنزل تنازليا كده، ببدا انزل بكميات الميه تدريجيا لحد قبل الميزان مباشره. وهنا باكد على ان في الفتره اللي بعمل فيها الووتر لودنج دي ان يكون معايا حد متخصص بيعملها، مش اي حد يعملها بصراحه يعني. بالاضافه ان هو هيقدر يوفر كميات الصوديوم المناسبه والاملاح المعدنيه اللي هتنزل مع الميه الزياده في الجسم دي، عشان ما يحصلش انخفاض في الاداء اثناء المنافسه. فدي احد الطرق اللي بنعملها اللي هي الووتر لودنج. بس لازم يكون يعني مع حضرتك كابتن ياسمين لازم يكون حد متخصص وفاهم هو يعملها ازاي. لو انا اضطريت ان اللعيب بتاعي اثناء البطوله او البنت عندي اثناء البطوله هتبقى داخله في نطاق المينسترال او الدوره الشهريه. اتمنى كده تكون الاجابه يعني ايه بنسبه بسيطه واضحه يعني. تمام يا دكتور. ناخد دكتور احمد عيد. محمد، اخر سؤال يا دكتور صبرا، ممكن ولا خلاص كده؟ ويعني عشان بس دكتور احمد عماره معانا، فيعني انا بعتذر هو للدكتور احمد، هو بعتذر معانا له الساعه على 7 واحنا بنرحب بيه. دكتور احمد حضرتك معانا؟ هو طبعا انا هو موجود، بس انا مش. الصوت عندك واقف يا دكتور محمد. ايوه، ما انا هو كده. هو الدكتور احمد عماره. ايوه طيب هو موجود معانا، انا فتحت له المايك اهوت. دكتور احمد. اولا انا مستمتع بالحديث الدكتور ايمن شحاته.
ده شرف لك يا طبعا ده طبعا شرف لي يا دكتور استاذ. احمد عماره، دكتور احمد عماره يعني طبعا هو استاذ ورئيس قسم تدريب المنازلات بكليه التربيه الرياضيه جامعه السادات، وطبعا ده مخطط احمال ليه باع في جميع الاتحادات المصريه، مش في جودو بس، في جميع الاتحادات. وطبعا هو طبعا اتحاد الجودو بالنسبه له يعني ليه طبع خاص، وليه يعني صبغه مع دكتور احمد. وطبعا هو دكتور ايمن طبعا شركاء ان شاء الله النجاح في الاتحاد المصري للجودو، مع بعض يعني في اداره المنتخب كتغذيه وكتخطيط احمال. فطبعا احنا بنرحب بيك دكتور احمد، و يعني معلش احنا طولنا عليك، وعارف بعدك الساعه 7 وحضرتك ملتزم في المواعيد. اتفضل يا فندم. اولا السلام عليكم جميعا. سلام. انا بدايه يعني اشكر سيد رئيس الاتحاد استاذ مرزوق علي، دكتور احمد صبرا على دعوتهم الكريمه ليا ان انا يعني يعني احاول بقدر الامكان ابسط يعني ايه تقنين احمال لاخواتي وزمايلي المدربين. اولا مستمتع جدا باللي قاله الدكتور ايمن. تسلم يا دكتور. ولو احنا لاحظنا هنلاقي تدريب وهايل بدون تغذية ملهاش لازمة. يعني كده زي ما نقول بنحرق، او بالمصطلح ده بنحرق اللاعب بتاعنا. ويعني يحضرني انا استكمالا بس لكلام الدكتور ايمن، يحضرني كان في لاعبة في منتخب الجودو، البنت هايلة جدا وبيشكروا فيها جدا جدا. الفترة دي كانت 2019 بس مجهود ما بشوفهاش بتاعك خالص، حوالين عينيها كلها اسود حوالين. فبعدين قلت لها يا بنتي روحي اكشفي او حللي، انا حاسه ان انا بدرب واحده ميته بصراحه يعني. بنت مش قادره تعمل حاجه. فراحت لما كشفت وعملت تحليل لقينا تقريبا الهيموجلوبين تقريبا كان 7، يعني حاجه كده بالنسبه للبنت في 18 19 سنه حاجه صعبه جدا، وبتلعب لعبه عنيفه زي كده. لا مش بدايه موفقه خالص، رغم البنت مهاريا كويس جدا ولكن بدنيا مش قادره تنفذ الكلام ده. وفعلا راحت عملت تحليل، واعتقد ان هي خدت، الدكتور كتب لها يمكن تقريبا 5 حقن حديد تاخدهم. بعد الحقنه الثانيه او الثالثه لا ابتسامتها رجعت تاني، اللي حوالين السواد اللي حوالين العين ده بدأ يروح. لا بقت حاجه تانيه خالص في التمرين، بقت حاجه تانيه خالص في التمرين. فانا يعني ارجو ان احنا ناخد كلام الدكتور ايمن، اهم حاجه اللي هي التغذيه بتاع اللاعب، وقبل التغذيه لازم احلل للاعب بتاعي. مش اي لاعب يجي عندي التمرين اروح يلا انزل التمرين ويتمرن والولاد خد بعضه ومشي، الاكل بتاعه مش موجود. وخصوصا في السن ده او الزمن بتاعنا ده او الشباب دلوقتي كله الاكل السريع، او هو بيحب حاجه معينه فهي بياكلها بس، انما الحاجات المغذيه ما بتتاكلش. نبدا محاضرتنا. انا هتكلم بصفه عامه كده بالنسبه لتقنين حمل التدريب. اولا انا كنت بس عايز اعرض لحضراتكم حاجه بالنسبه لحمل التدريب بتاعنا. ايه المميز، يعني ايه الحاجه المميزه لاي مدرب؟ ايه اللي بيفرق مدرب عن مدرب بالنسبه للتدريب بتاعنا، او ان احنا ازاي نشتغل تدريب اللي هو حمل التدريب؟ الفرق بين اي مدرب موجود على ساحه هو التدريب، ازاي يقارن حمل التدريب. كلنا بنعرف ندرب، بنعمل عناصر اللياقه البدنيه، كلنا بنشتغل تدريب، ولكن اللي بيفرق بين مدرب ازاي يقارن حمل التدريب. حمل التدريب ده بيعتبر هو القاعده الاساسيه بتاعه التدريب كله، القاعده الاساسيه للتدريب كله. انا كنت بتكلم عن عشان ابدا تدريب مظبوط وعلشان اشتغل واقارن حمل التدريب، التدريب بتاعنا او عشان ابقى مدرب مميز جدا جدا، اذا كان مدرب فتنس او مدرب يعني احمال بدنيه او مدرب فني جودو، لازم افهم يعني ايه حمل تدريب. هم دول الثلاث حاجات اللي بتفرق بين مدرب ومدرب. حمل تدريب يعني ايه؟ يعني حمل تدريب بيقول لك هو القاعده الاساسيه لعمليه التدريب، اللي هي بتطور منها القدرات البدنيه بتاعتك،
البدنيه والقدرات المهريه والخططيه والسمات الاراديه زي الشجاعه والاجتماعيه والمثابره والكلام ده كله. وبيعرف حمل التدريب انه المجهود البدني والعصبي الواقع على الاجهزه الداخليه للاعب في الوحده التدريبيه بما تحتوي عليه من شده وحجم وفتره راحه. يبقى الحمل التدريب هو كل ما يقع على الاجهزه الداخليه للاعب. بمعنى لو النهارده انا بدرب الولد النهارده بجريه في التراك، بدخله الجيم، بيخش على البساط، بيلعب، بيتعلم مهارات، هو ده حمل تدريب. طب الحمل التدريب ده لو ما كانش بيؤثر في اللاعب او في الاجهزه الداخليه للاعب، اذا يعني انت كده كمدرب مقصر في حق اللاعب بتاعك، لان احنا بنعمل على تطوير الاجهزه الداخليه والوظائف الحيويه والبيوكيميائيه للاعب، نقدر نشتغل عليه. هو ده التطوير الخاص باللاعب. يمكن انا ما اعرفش كنتوا سمعتوني ولا لا، ان كان في لاعبه في الجودو عندي 2019 كانت شغاله. طبعا استكمالا لكلام الدكتور ايمن، البنت لما عملنا لها تحليل طلع عندها الانيميا او الهيموجلوبين عندها كان 7. طبعا 7 قليل جدا جدا. لما كشفنا وحللنا الدكتور كتب لها على 5 حقن حديد. بعد الحقنه الثانيه او الثالثه بدا في تغير في شكل البنت، في الاداء بتاعها، بدات تفوق. لان النهارده لو ما كنتش انا كمدرب النهارده، لا مدرب النهارده لازم تتمتع بثلاث حاجات. انا ده من وجهه نظري يعني، لازم يبقى عندك تفهم تدريب، يعني ايه تدريب، تفهم يعني ايه تدريب، يعني ايه عناصر لياقه بدنيه، يعني ايه حمل تدريب، يعني ايه طرق تدريب، يعني خطط تدريب. لازم انت كمدرب فاهم ده. طب ايه اللي يخليك عشان تفهم الكلام ده؟ لازم يبقى فيه ناحيه فسيولوجيه، اللي هو الفسيولوجي المرتبط او التغيرات الفسيولوجيه اللي بتحصل نتيجه العبء اللي احنا قلنا عليه ده. طيب في حاجه ثالثه اللي هي النفسيه بتاعت اللاعب. يعني النهارده لما اجي اتكلم على اللاعب النهارده، ممكن لاعب النهارده عندك بدنيا هايل جدا وعندك مهاريا هايل جدا، ولكن نفسيا انت ضغط عليه، دايما جايب له لاعب او بتلعبه مع لاعب اكبر منه في السن او افضل منه في المستوى المهاري، انت ضغط عليه نفسيا. الولد بيبذل مجهود، فتيجي تبص تلاقي انت مش كويس، انت الولد بيكسبك، الولد ما اعرفش ايه، وخصوصا في السن الصغير. فارجو ان احنا لازم الثلاث حاجات دي اللي نبقى احنا كمدربين قارئين جيدين فيهم، اللي هو التدريب بشكل عام والاعداد النفسي والفسيولوجيا الرياضه، عشان اعرف ايه اللي ممكن بيحصل لنا او بيحصل للاعب بتاعك من التغيرات بتاعته. في عندنا من انواع الحمل اللي هو احنا قلنا الحمل الخارجي، اللي هو شده التدريب وحجم التدريب وفتره الراحه بتاعتي. يعني النهارده انا بمعنى ايه الخارجي؟ لو انا مش فاهم يعني ايه حمل خارجي او مش فاهم يعني ايه فتره راحه، انا ممكن اشتغل على اللاعب فتره الراحه بتاعته تبقى قليله. طيب قليله وشده عاليه جدا جدا وحجم عالي جدا جدا، اجي ابص الاقي اللاعب ما فيش تطور عنده او تطوير في الاداء بتاعه. انت كده بتحرق اللاعب بيبقى عنده اوفر تريننج، حمل زايد خلاص. وده بيظهر من ايه؟ لما اللاعب عندك ما بيعرفش ينام كويس، شكله شاحب، في علامات كتيره جدا بتظهر في الموضوع ده. فلازم يبقى انت فاهم يعني ايه الحمل الخارجي ده. خلاص انا اقدر ازاي اقننه، وانا بتكلم عن تقنين الاحمال. ارجو من الساده المدربين الموجودين معانا والاخوه الزملاء، يعني لازم احط هدف للتمرين بتاعي، لازم احط هدف. يعني ايه الهدف النهارده؟ الهدف بتاعي النهارده اعمل مثلا تحمل دوري تنفسي او تحمل عضلي او قوه مميزه بسرعه او رشاقه او ممكن اعمل كذا عنصر مع بعض، ما فيش مشكله، بس ابقى فاهم ازاي اعملهم. ما اجيش النهارده اقول والله النهارده هشتغل تحمل قوه واروح اديله مثلا احمال بنسبه 80 او 90%. لا، انت كده في اتجاه القوه، مالهاش دعوه بالتحملات. يبقى انت لازم تبقى عارف كمدرب ان الاحمال التدريبيه اللي هو الحمل الخارجي هو ده الاساس، لازم انت تفهمه. وبعدين بخش بعد كده اللي هو الحمل الداخلي، هو التغيرات الفسيولوجيه والبيوكيميائيه الحادثه في الاجهزه الوظيفيه للاعب نتيجه استجابه هذه الاجهزه للحمل الخارجي. يبقى مش هيحصل تغير فسيولوجي ولا بيوكيميائي في الاجهزه الا اذا كان
الحمل الخارجي متناسب مع الحمل الداخلي. يعني طب الحمل الخارجي زياده قوي قوي واللاعب هيبقى يتعب منه. كتير جدا جدا من اللعيبه، وعندنا لعيبه على مستوى عالي جدا مهاريه، ومدربين عندنا فعلا هايلين مهاريه، ولكن اللاعب بيجي عندي بيتعب بدنيا، البدني عنده قليل. طيب ممكن يبقى عنده قوه، ممكن يبقى عنده قوه بس ما عندوش تحمل اداء. طب ممكن يبقى عنده سرعه، ممكن يبقى عنده سرعه بس ما عندوش تحول من القوه عضليه. وخصوصا النهارده في لعبه الجودو النهارده 4 دقائق، 4 دقائق ده يعني داخل فيها التحمل هوائي ولا هوائي. خلاص يعني النهارده ما اشتغل 4 دقائق وبعدين تعادلنا، ممكن نلعب 5 6 دقائق او 10 دقائق، او انا وات ايفر ممكن يبقى 15 دقيقه زي انا سمعت قبل كده حد لعب 15 دقيقه. يعني اللاعب ده ايه؟ عايز تحمل عضلي، تحمل دوري تنفسي مهم جدا جدا. عايز المثابره، عايز كناحيه نفسيه الشجاعه والجرأه. فلازم انا كمدرب لازم اشتغل على الحاجات دي. خلاص مش مجرد الولد بيجي لي انا بمرنه يلا مع السلامه متشكرين، ويجي تاني يوم الولد كل ايه ما اعرفش، روح النهارده البيت بتاعهم كل اكل في البيت، الاكل في البيت اكل عادي جدا. طب وبعدين؟ انما الولد لما يبقى فاهم انه لازم ياكل كربوهيدرات وبروتين ونشويات ودهون وفيتامينات وفي ميه وفي العناصر الغذائيه اللي هي المتكامله دي، هو ذات نفسه هيقعد هو في البيت قاعد مع نفسه هيقدر يعمل الحاجات دي مع نفسه، بحيث ان هو يعوض المجهود اللي احنا عملناه. فارجو من الزملاء او ناخد بالنا من الحاجات اللي في عندنا. طبعا معروف ان في اعداد بدني عام واعداد بدني خاص. الاعداد البدني العام اللي هو بننمي عناصر اللياقه البدنيه العامه كلها، قوه وسرعه، قوه يعني بمشتملاتها، يعني قوه قصوى وقوه ماذا بسرعه وتحمل قوه وقوه ثابته. ومهمه جدا عندنا القوه الثابته، يعني الانقباضات الثابته دي مهمه جدا عندنا في الجودو. لان انت ممكن اوقات انك ماسك البدله وفارد دراعك كده في البدله، ماسك البدله فتره كبيره، فانت عايز قوه ثابته. خلاص نيجي بقى في الاعداد البدني الخاص، هو ده اللي هو بيحسن قدرات اللاعب البدنيه والحركيه الخاصه باللعبه ذات نفسها، لعبه المصارعه، لعبه الجودو ذات نفسها. ودي طبعا المدربين لازم يبقوا عارفين. انا ممكن امرن على فكره يا جماعه، انا دايما ليا مقوله بقولها، بشوف مدربين بشكل عام، يعني مش بتكلم على الجودو بشكل عام، انه بيخش في الجيم او بيدرب ابنه او اللاعب بتاعه تدريب كمال اجسام. احنا مش مدربين كمال اجسام، احنا مدربين عناصر لياقه بدنيه. يعني انا النهارده لما اجي انمي الولد عندي انمي له عناصر لياقه بدنيه. انما انا شخصيا ما يهمنيش الحجم بتاع العضله، ودي دايما مقوله هتسمعوها مني كتير، انا ما يهمنيش حجم العضله. ان شاء الله يا رب حجم العضله الدراع قد كده او الفخذ او البطن او وات ايفر اي كان المسلز بتاعته قد ايه، انما بنتكلم عن كفاءه العضله. هل العضله دي تقدر تقعد معايا فتره كبيره نقيس بيها، تقدر تشتغل معايا تحمل قوه؟ هل تقدر تشتغل معايا تحمل سرعه؟ هل عندي تحمل دوري تنفسي؟ هل عندي قوه عظمى بستخدمها؟ خلاص هل عندي رشاقه اقدر اغير وضع جسمي من من فوق لتحت، او بغير وضع جسمي في اي وضع، او العب يمين او العب شمال؟ دي مهمه جدا، لازم نبقى عارفين الكلام ده. ما يهمنيش انا الولد النهارده الصدر بتاعه قد كده وحجم الباي والتراي والبطن وماشي ما شاء الله، انما ينزل على البساط او التبيل او البساط بتاع الجودو، هو يا دوبك لعب بكتير قوي دقيقه دقيقتين خلاص. وانا دايما بقول دايما للعيبه، انت كمدرب كمان لازم تبقى فاهم الكلام ده. لما تسمع اللاعب المنافس بتاع اللاعب بتاعك صوته عالي في النفس، تلاقيه قاعد بيشحر كده مش قادر، عنده اديله الاكسجين، مفيش اكسجين. المشكله ان اللاعب بتاعك بيريح هو كمان، يعني بياخد نفس. لا، لو اللاعب بتاعك عنده لياقه بدنيه عاليه يدوس على اللاعب، يزود من سرعته شويه، يزود من دخلاته شويه، بحيث ان اللاعب لازم يغلط لانه خلاص مش قادر يعمل حاجه. فمهم جدا ان احنا نبقى فاهمين يعني ايه عناصر لياقه بدنيه ويعني ايه حمل تدريب. طب احنا عندنا مكونات الحمل التدريب هم 3 حاجات: شده وحجم وكثافه او فتره راحه. لو انا كمدرب فهمتهم يعني ايه شده وحجم وكثافه، انا هبقى مدرب هايل. طيب هل النهارده الشده والحجم والكثافه دول بس في الاثقال والكلام ده كله؟ لا، في برضه في التدريب المهاري. النهارده انا عايز انمي سرعات، عايز انمي تحملات، عايز انمي قوه، عايز انمي رشاقه. لازم ابقى عارف
الشده بتاعت ده ايه، والحجم بتاعه قد ايه، وفتره الراحه بتاعته قد ايه. وبعدين هنا بنعرف الشده هي الجهد الكلي الذي يبذله اللاعب خلال الوحده التدريبيه. دي شده، نوع من الشده، اللي هو الشده اللي انا النهارده اللي انت المدرب اداها للاعب ازمنه وتكرارات ومهاري والكلام ده كله، دي نوع من الشده. او في ناس عرفوها تاني بهي القوه او الصعوبه المميزه للاداء. وفي عندنا من خلال سرعه الاداء. انا ممكن اقول للولد اعمل لي سرعه اداء، يعني اكرر المهاره بسرعه كبيره جدا جدا. ممكن احددها في زمن، او ممكن احدد زمن 20 ثانيه 30 ثانيه، وسرعه تبقى عاليه جدا. خلاص، درجه قوه المقاومه دي بتقاس بالكيلو. ان انا الولد اقول له النهارده هيبقى الشده بتاعتي النهارده المقاومه، يعني هشيل النهارده اثقال، هشيل النهارده 50% 60% 70% حسب الهدف من التدريب بتاعي. حسب الهدف من التدريب بتاعي. انا شخصيا بقابل في المنتخبات اللي دربتها، مش الجودو بس، ان كل اللعيبه بتيجي بتشتغل حاجه واحده، يشتغل مثلا 70% وبعدين يبقى 75 80 90، بيتجه في اتجاه القوه. طب فين بقيه العناصر؟ فين الرشاقه؟ فين المرونه؟ في الرياكشن بتاعه؟ في سرعه رد الفعل بتاعته ايه؟ في الاستجابه الحركيه؟ كل ده شغل لازم احنا نبقى عارفين. او الشده بتاعتي مسافه الاداء. مسافه الاداء، لو انا بجري الولد عايز اعمل له النهارده تيست مثلا 30 متر عشان اعرف سرعته، اشوف جابها في زمن ايه، او على البساط، او الكلام ده كله مسافه الاداء او درجه صعوبه الاداء. ودي بتقاس بالدرجه، درجه صعوبه الاداء او توقيت الاداء. توقيت الاداء اللي هو بيبقى ايه، بطيء، سريع. ممكن اقول للولد النهارده هتشتغل لي تكرار قد كده، بس انا عايز ادائك يبقى متوسط. خلاص، لو انا عايز شغل تحملات. طب عايز يبقى شغلك سريع قوي، لو عايز شغل ايه يبقى شغل سريع. النهارده طب احنا عندنا حاجتين عشان نقدر نقنن بيهم الشده بتاعتنا، في خاص بعناصر اللياقه البدنيه، وفي تقنين اللي هو الاداء المهاري بتاعنا. طيب في عندنا الحمل الاقصى اللي هو بتروح شدته من 90 ل 100%. يعني لو انا النهارده هخش الجيم للولاد، لازم ابقى شده الحمل بتاعتي النهارده عايز اشتغل الحمل الاقصى او ولا اقل من الاقصى ولا المتوسط ولا الحمل البسيط ولا الراحه الايجابيه. كل الشده دي مرتبطه بهدف التدريب بتاعي. يعني لو انا عايز اشتغل هدف التدريب بتاعي النهارده قوه، خلاص، يبقى لازم يتراوح الشده بتاعتي بتتراوح من 90 ل 100%. 90 ل 100%. طيب عايز من 75 ل 90، برضه ممكن النهارده بتبقى قوه مميزه بسرعه، او قوه عضليه برضه بتشتغل اللي هو الحمل الاقل من الاقصى. متوسط اللي هو 50 ل 75%. البسيط اللي هو من 35 ل 50%. في اللي هو المتوسط ده ممكن اشتغل النهارده تحمل اداء، تحمل القوه. يبقى اهم حاجه عندي انا كمدرب لازم ابقى في الاجنده بتاعتي النهارده هشتغل ايه؟ تحمل قوه ولا تحمل سرعه ولا قوه مميزه بسرعه ولا قوه قصوى، وهكذا. بناء على كده اقدر احط الشده بتاعتي. في مصطلح دايما بسمعه من الزملاء او بعض المدربين او كده، يقول لك انا النهارده مبسوط جدا، انا اللاعب النهارده بصراحه تمرينه، بص اللاعب مش قادر يجر رجله على البساط. اقول لك انت غلط. لازم الولد يطلع من على البساط عندك او التمرين بتاعك مبتسم وبيتكلم معاك، وبيتكلم معاك باريحيه ومبسوط من التمرين، عشان التمرين على قد مجهوده. عشان نعمل الكلام ده كله في حاجه اسمها فروق فرديه. ما يجيش النهارده هنشتغل احمد عنده النهارده حاطين بار في 50 كيلو، احمد بيشتغل بال 50 اللي هو وزنه 100 كيلو، محمد بيشتغل بال 50 اللي هو وزنه 70 كيلو. ما ينفعش. في حاجه اسمها فروق فرديه. الفروق الفرديه دي عشان نعملها للاعب او نعملهم الفروق الفرديه، يبقى لازم نقيس الماكسيمم بتاع اللاعب، الشده بتاعته كام. خد انت عايز تشتغل انهي جهاز؟ عايز ان شاء الله يا رب عندك صاله مالتي جيم او صاله حديد، عايز اشتغل كل حاجه، الباي والتراي والكتاف والبنش والرجلين والكلين اشتغل زي ما انت عاوز. انما كل واحد تقيس له اللي هو الماكسيمم باور اللي هي مره واحده بس. يعني هلعب بنش يبقى جاب قد ايه بنش؟ جاب 100 كيلو. طب محمد جاب 120، واحد تاني جاب 130، واحد تالت جاب 80،
اذا دي فروق فرديه. الفروق الفرديه. طيب لما اجي احسب بقى 50%، 50% بتاعت ال 100%، 50 ال 120 60 ال 140 مش عارف 70. لما اجي اقول للعيبه بتاعت النهارده التمرين بتاعي النهارده تحمل قوه هشتغل 60%، يبقى كل واحد عارف يعني ايه كام 60%. يعني لو احنا النهارده ضربنا 100 اللي هي الماكسيموم بتاعتي في 60 على 100 هتطلع 60، الوزن بتاعه 60، يبقى الولد يجيب 60. لما اقول 60، طب لما اجي في الحجم بتاعه، لما اجي في الحجم اقول له اعمل لي 20 عده، يبقى اللي شايل 60 كيلو هيعمل 20 عده، اللي شايل 70 كيلو هيعمل 20 عده، اللي شايل 90 كيلو هيعمل 20 عده، لانه في الاخر هو بالنسبه له بيمثل 60%. ونصيحه لزمايلي المدربين، احيانا بشوف، انا بتكلم عليها بشوفه يعني مش في الجودو برضو، لا في خلال التدريب او شغل التدريب. النهارده ان احنا بنتكلم على اللاعب، النهارده نعمل 20 عده بطن، هنعمل 20 عده ضغط، لا 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 ما ينفعش الكلام ده. خلاص، في فروق فرديه، ولذلك لازم تستعمل الساعه. هي دي، انا هشتغل دقيقه، احمد جاب في الدقيقه 45 عده، واحد جاب 50 عده، واحد جاب 40 عده، واحد جاب 50، كل واحد جاب اقصى حاجه عنده. يبقى كل واحد في اللاعب النهارده في الزمن ده جاب ده. انما لو قلنا كل واحد يجيب 40 تكرار بطن، طب انا بالنسبه لي ال 40 دي بالنسبه لي اوفر تريننج عاليه قوي عليها، مش قادر اجيبها. وواحد تاني جاب ال 40 دي ولا حاجه بالنسبه له، وهكذا. لازم يبقى نازل معاك، اهم حاجه معاك ساعه وانت بتشتغل. هل ممكن نشتغل الاثقال بزمن؟ ممكن نشتغل بزمن، عندنا زمن التحمل او الكلام ده او التكرارات. خلاص، لما احنا كل ولد يبقى عارف الشده بتاعته قد ايه، او الشده بتاعته قد ايه، اقدر احسب له حسب الهدف بتاع التمرين بتاعي، يبقى كله بيشتغل مع بعضيه وبنفس التكرارات، وانت قاعد كمدرب بتصلح اوضاع وضع اللاعب ذات نفسه. لان في بعض اللعيبه وخصوصا اللاعب مثلا لما يجي يلعب باي او رجلين او كده، الطلبه بتاعت العضله بتبقى قصيره، يعني ما بيكملش فرده الدراع، ما بيكملش مثلا السكوات جامد، او فرد الكوع او خلاص. فده فبيكملش ده. طيب لو اللاعب النهارده طلعت العضله عنده قصيره لانه نتيجه خطا سيادتك في التمرين ما شفتوش كمدرب، هو لازم يفرد الدراع فرده كامله. طيب لما يمسك البدله بقى كده واللاعب اللي قدامه يقوم فارد دراع او فارد الكوع، لازم يعمل له مسك في الباي او في اي مكان، لان العضله عنده بقت قصيره. فانا كمدرب النهارده، ويمكن الناس اللي شافوني بدرب في منتخبات او مع الفرق، انا كل واحد معاه ورقه فيها الاوزان بتاعته، النهارده هنشتغل كذا كذا. خلاص، انا ما الا بمشي اصلح اوضاع للعيبه فقط. يعني دي حاجه بتكلم فيها. احنا شده الحمل في الخاص بالاداء المهاري، احنا كده خلصنا البدني. طب المهاري، طب ازاي انا اقيس بقى المهاري بتاعي ب 20% او 50% او 60% او 70%؟ ما انا الولد لما بيلعب طبعا في ساعات لا اسمها ساعه بولر، او في بعض الساعات النهارده، او احنا زي ما نشوف بتوع الكوره ساعات بيلبسوا حاجه كده على صدرهم، وتقدر تطلع لهم النبض قد ايه واقدر اظبطه. يعني انا ممكن اقدر النهارده اظبط النبض للاعب عندي مثلا 80% من النبض بتاعه. لما اظبط الساعه، لما اللاعب يلعب ويجيب 80% دي، نفترض مثلا 170 نبضه او 175 نبضه، هتلاقي الساعه بتاعته بتصفر، اقول له ستوب اقف، وبعدين يرجع يستريح تاني. خلاص، وبعدين اقدر اكرر تاني. النهارده في الاداء المهاري بتاعنا دي النبض هو المؤشر الحقيقي للاعب. يعني انا النهارده لو عندي فرقه ممكن اقيس لها اللاعب ده افضل من اللاعب ده، واللاعب في حاله الراحه، لان كلما اللاعب مستواه البدني ارتفع، اثر على مستواه الفسيولوجي، اذا اثر على الاجهزه الداخليه. يبقى اذا النبض هو المؤشر الحقيقي لارتفاع مستوى اللاعب. النبض يعني النهارده لو انا اللاعب النهارده لو راح للدكتور لازم يساله سؤال: انت بتلعب رياضه ولا لا؟ ليه؟ لان اللاعب الرياضي او الرياضي بيبقى القلب بتاعه ضربات قلبه قليله، ممكن توصل 60 نبضه في الدقيقه، او 55 او 50، او بيبقى ده حسب الحاله بتاعت اللاعب. طب هل النهارده اقدر اقول احمد
احسن من فلان في البدني او بدنيا؟ ممكن عن طريق النبض ذات نفسه. النبض هو مؤشر الحقيقي لمستوى اللاعب. طيب انا النهارده لو عاوز احسب شده اللاعب او الاداء المهاري بتاعي، طيب كل العلماء بتوع الفسيولوجيا او علماء الرياضه بيقول لك 220 ده اعتبروا ان اقصى حاجه للقلب 220. في النهارده في ناس بتقول لك لا ده اقصى حاجه للقلب النهارده 230 و240، بس احنا خلينا على المعادله دي اللي هو اللاعب النبض بتاعه 220 اقصى حاجه، يبقى ناقص السن. طب لو انا عندي لاعب عنده 20 سنه، خلاص يبقى 220 ناقص السن بيساوي 200 نبضه في الدقيقه. طب اقدر اطلع ال 200 نبضه في الدقيقه دول، اقدر اطلع اللاعب الماكسيموم بتاعه كام في النبض؟ ممكن قوي، ليه لا؟ ممكن النهارده 200. انا صوتي مسموع يا جماعه ولا بكلم نفسي؟ كابتن احمد. تمام يا دكتور، كله تمام. تمام. تلاش كله تمام. طيب اللاعب النهارده عنده 20 سنه، النبض 220 بيبقى عنده 200 نبضه في الدقيقه، خلاص. طب انا عايز اطلع 90% للاعب، النبض بتاعه عايز النهارده اشتغل بشده عاليه 90%. 90% يبقى نكتب يبقى 200 او 90% في 200 على 100 بتساوي 180 نبضه. يعني اللاعب ده عشان اشتغل عشان اشتغل حمل اقصى عنده لازم يوصل 180 نبضه. ده حاجه كويسه جدا. بيحضرني دلوقتي كان احد اللاعبات مش في الجودو يعني، كانت بطله وكانت مصنفه رقم 1 في العالم يعني، المستوى بتاعها ما بيتقدمش، وكنت انا بشتغل بالنبض. كنا بنشتغل، فاجي ابص الاقي البنت بتيجي نهجان غير طبيعي، خلاص. وبعدين اجي الاقي النبض 160. طب انا عايز اوصل ل 100 اللي هو النبض الاقصى حاجه بتاعها مثلا 180 185 190، مش قادر. فالبنت اتضح ان هي بتمثل علينا كلنا، هي بتيجي تنزل التمرين بتمثل المستوى بتاعها. فبدانا نشتغل معاها بالنبض، ولا عيدي تاني كرري لحد ما بقت وصلت النبض بتاعها بيوصل للنبض اللي احنا عاوزينه. فحصل طفره في مستواها البدني، وبالتالي بقت مهاريا تقدر تلعب وقت اكبر وبلياقه افضل. فاللي انا عايز اقوله بالنسبه للحته دي ان النبض انت كمدرب لازم تعرف ازاي تقيس النبض، لازم تعرف تقيس النبض. وبعدين اللي بتقيس النبض يمكن بتشوف اللعيبه كده من تحت الرقبه كده على الزور يمين او شمال، تحط دراعك ايديك السبابه والوسطى ده تقدر تحس النبض بتاع اللاعب. طيب ممكن اقيس بكام 10 ثواني واضرب الرقم اللي طلع لي اضربه في 10 ثواني، يبقى اضربه في 6 خلاص يطلع لي النبض بتاعي قد بتاع اللاعب قد ايه. فاذا ممكن اشتغل عن طريق النبض او ممكن اشتغل عن طريق النبض، وده على فكره كويس جدا في الاداء المهاري. انما البدني دايما البدني بالذات الاثقال والكلام ده كله لا يعني مش معبر. يعني قلت له النهارده اشتغل 100% في الاثقال، اعمل عدتين 3 مش هيجيب لك النبض ال 100%، انما بيجيب لك قوه عضليه. انما الشغل اداء مهاري، يبقى الاداء المهاري هو لازم اشتغل معاه بالنبض. هتيجي تبص تلاقي تحسن في اداء الولد، خلاص. طيب في طريقه تانية، خلاص، في معادله كنا بنعملها زمان، انا دايما بشتغل بيها، اللي هو معادله كارفمان. بتقول معدل النبض في الراحه زائد الشده المطلوبه في اقصى معدل النبض ناقص معدل النبض في الراحه. يعني معدل النبض في الراحه قيس للاعب النبض في الراحه، ودي مهمه جدا عشان مختلفه من لاعب للاعب. يعني في لاعب عنده مثلا النبض بتاعه ممكن في الراحه 60، واحد 55، واحد 59، واحد 58، زائد الشده المطلوبه. لو انا عايز اشتغل ب 90%، في افتح قوس كده اقصى معدل للنبض اللي احنا قلنا عليه، اقصى معدل للنبض اللي هو 220 ناقص السن، خلاص، ناقص معدل النبض في الراحه تاني. دي معادله موجوده لو حد عاوز يسترشد بيها او كده. يبقى النبض في الراحه لو عند اللاعب عنده 60، لو اللاعب عنده خد 60 اللاعب عنده 20،
ونبض في الراحه 60 واحنا عايزين 90. دي زي مساله كده، وحساب ال 90% من شده الحمل الاقصى للنبض اللاعب يبقى 220 ناقص 20 بيساوي 200. الحل بقى اقصى معدل نبض اللاعب بيساوي 220 ناقص 20 بيبقى 220، والتعويض في المعادله. معدل النبض المستهدف اثناء التدريب يبقى 60 اللي هو النبض في الراحه زائد 90% الشده اللي انا عاوزها في خلاص اللي هو ال 200 اللي هو اقصى معدل النبض ناقص 60 تاني اللي هي المعدل النبض في الراحه. يبقى اللاعب هيبقى عندي 186، يطلع 186 نبضه. يبقى اللاعب احمد عماره ده عشان اشتغل معاه 90% 186 نبض، اللاعب فلان ده 180 نبض، اللاعب الفلان ده ما اعرفش 185 190 نبض وهكذا. طيب هقول لكم برضو حاجه عشان مره انا ده كانت عندي انا ويمكن انا كنت ماسك هدايه ملاك في التايكوندو، كنت بشتغل معاها بالنبض، وفجاه لقيتها خلاص عايزه ترجع في التمرين. فاستلى النبض، طلع النبض بتاعها هي كان المفروض تشتغل تقريبا 190 195، طلع النبض لقيته طلع 200 يعني ايه، طلع عن المعدل او الاقصى بتاعها. فانا الوقت ده اوفرلود عليها، فحست بغثيان ودوخه وكانت مشكله يعني خلاص. فطبعا نزلنا اللاعبه تاني ونامت على ظهرها وخدت نفس ورفعنا رجليها والكلام ده كله بحيث ان احنا نرجع تاني بالنبض. لان الشغل بالنبض ده او احنا لو انا بحمل على اللاعب على اقصى من قدراته فده بيدي نتيجه عكسيه. فلازم يبقى بالظبط انا عارف اللاعب من الرينج بتاعه من الى. يعني مثلا لو انت نبضك النهارده مثلا 186 مش لازم 186 بالظبط، يعني 180 185 182 واللاعب يقف، مش لازم تديها له بالظبط على طيب اللاعب النهارده عشان اقدر اعيد له تاني التدريب تاني علشان يوصل للنبض التاني ده، في حاجه اسمها استعاده الشفا. حتى استعاده الشفا خلاص، حتى استعاده الشفا دي بتاخد حسب الحاله التدريبيه بتاعت اللاعب. يعني استعاده الشفا، زياده استعاده الشفا، اللاعب ده كل ما مستواه البدني بيرتفع كل ما كان زمن الرجوع لاستعاده الشفا قليل. انا النهارده لو لاعب عندي النهارده ببدا معاه بعد التسخين والاحماء 120 نبضه وببدا بدايه الشغل بتاعي، علشان اوصله ل 120 في لاعب ممكن يقعد دقيقتين، ممكن لاعب يقعد 3، ممكن لاعب يقعد 5 حسب حالته او مستواه البدني. طيب مستوى الحاله بتاعت اللاعب تقدمت، بعد ما كان بيقعد دقيقتين ممكن يقعد دقيقه واحده ويرجع تاني يعيد الشغل تاني. عشان كده بقول لكم اهم حاجه عندنا الفروق الفرديه، اعرف اللاعب بتاعك مش كله زي بعضيه. يعني عندك لاعب بتقعد تمرنه، لاعب بيعرق جامد جدا جدا، ولاعب لسه قاعد مبتسم وقاعد بأريحية، وبعدين تقول بعد نص دقيقة أو دقيقة هنعيد تاني التكرار. ده خلاص وصل أو استعادة الشفا بتاعته تمام، والتاني لسه ما وصلش لاستعادة الشفا. فأنت النهارده بتعمل له اوفرلود عليه، حمل زايد، حمل زايد له أعراضه، الواد ما بيتقدمش في المستوى وهكذا. خلاص، فالتدريب ده يعني زي ما قلت لحضرتك مهم جدا، ازاي نقنن الاحمال بتاعتنا. تمام. في في ناس قالوا في معدل النبض او في معادله للكارفمان اللي هو ازاي بدايه تاثير التدريب على اللاعب. احنا قلنا المعادله الاولانيه ازاي احدد منها الشده بتاعتي، طب هنا ازاي اعرف الشده او اللي اقدر درجه تاثير بدايه التاثير اللاعب. يعني انا لو النهارده مرنت اللاعب عنده 130 نبضه في الدقيقه ما بتاثرش عليه، طب لو وصلت بيه مثلا لحد 144 او 150 تبدا بدايه التاثير التدريب على الاجهزه الداخليه. طب لو اقل من كده ما تاثرش عليه، يبقى تمرين عادي. احنا النهارده قلت لازم التدريب ياثر على الاجهزه الداخليه، لو ما اثرش على الاجهزه الداخليه يبقى مفيش تحسن، مفيش تقدم. وان كان ممكن يبقى في تقدم وتحسن ظاهري في الشكل الخارجي للجسم، ولكن في الاجهزه الداخليه ما قدرش يكمل 4 دقائق او 5 دقائق او 10 دقائق. النهارده لما جه لاعب النهارده الجودو، لاعب الجودو الهايل بدنيا وفنيا بينهي مباراته، المفروض يعني بينهي المباراه بتاعته في ال4 دقائق. انما طيب لو قابل برضه مدرب لاعب هايل ومتمرن كويس فبيقعدوا 5 6 7 10 دقائق. خلاص، انا يمكن كنت على درايه ان تقريبا الرقم
اعلى رقم تقريبا من 12 15 دقيقه في لعيبه قاعده تلعب على المستوى العالي. خلاص، انا لازم ابقى عارف ايه النبض اللي هو بيؤثر على اللاعب، بدايه التاثير بتاعته على اللاعب. بيقول لك معدل النبض اثناء التدريب بيساوي معدل النبض في الراحه. احنا قلنا هنفترض ان هو 60 زائد 60%. طب ال 60% ديت هي الايه؟ هي الفرق بين الشهيق والزفير، اللي هو هواء الزفير وهواء الشهيق، ودي نسبه ثابته. خلاص، في معدل نبض ناقص معدل نبض في الراحه. وال 60% احنا قلنا اللي هو احتياط القلب، دفع القلب اللي هو الفرق بين احمد معدل النبض. احمد نعم، ايوه. الزوم هيفصل وهنرجع تاني، فعشان حضرتك بس ايه يبقى الناس برضه في تنويه، اللي هو هيفصل وهنرجع تاني بعد حوالي 30 ثانية. طيب يعني قافل ونعيد تاني. هو هيفصل دلوقتي وهنرجع تاني كلنا. تمام. خلاص ماشي يا دكتور، اتفضل. ماشي. اختبارات موجودين بدنيه ومهريه للاعب، اقدر اختار منهم. بمعنى انا النهارده عندي بطوله دوليه، وما قدرتش اجمع اللعيبه اللي قبلها بشهر. طب شهر ده هعمل فيه ايه؟ اللاعب طبعا لاعب المنتخب مصر في اي لعبه بيروح النادي بتاعه، انا لاعب منتخب مصر، ياخد شنطته يتمرن يوم يومين ما يتمرنش، لاعب مدرب منتخب مستني لما المنتخب يبعت له. لما المنتخب يبعت له لياقته البدنيه مش على قد المستوى، خلاص، فبيضطر المدرب لازم يرفع الحاله البدنيه والمهاريه بتاعته، فبتقدر الاصابه بتبقى اكتر من كده. ففي اصابات، الاصابات دي مش عيب المدرب، لا، لان اللاعب جاي لياقته البدنيه منخفضه، فهو عاوز يرفعها في اقل زمن ممكن. لا، عايز اقول النهارده لعيبه المنتخب، النهارده خد يا عم، يا مدرب، يا مدربين مناطق، يا مدربين انديه، عندكم 4 اختبارات كل شويه يقيس للاعب. لاعب بعد المنتخب اذنك بعد اذنك نعم، يا دكتور احمد، اتفضل. مرزوق معاك يا دكتور احمد. اتفضل يا فندم، اتفضل استاذ. حضرتك انا سمعت المقترح بتاع حضرتك، وهستأذنك ان بكره هننسق مع اللجنه العلميه واللجنه الفنيه، والمقترح بتاع حضرتك ده مهم جدا ونبتدي نشتغل فيه فورا يعني. ده انا ابقى شاكر لحضرتك يا فندم. لا لا تمام يا دكتور، بكره ان شاء الله انا هنسق مع اللجنه العلميه واللجنه الفنيه، وحضرتك يبقى تعملوا اجتماع مع بعض ونشوف نبتدي ازاي ونبدا فورا على طول يعني. واسف ان انا قطعتك يعني، لا انا يا اسف فندم، جدا. اتفضل يا فندم. لا، على فكره شكرا. انا بتكلم يعني انا مش محاضره، انا بدردش مع زمايلي المدربين، ولذلك ما بديش مصطلحات كبيره ولا حاجه، يعني عمليه ماشيه كده. ارجو ان احنا بس انا عايز اشيد بالكباتن كلها اللي موجوده معانا النهارده، والتفاعل اللي موجود الصراحه حاجه محترمه جدا، وده هيشجعنا ان احنا في الفتره الجايه ان المواضيع دي، عشان احنا مش هنقدر نتجمع كل الناس في مكان واحد، فالندوات دي تبقى يعني نعملها شبه اسبوعيه مثلا، كل اسبوعين مثلا نبتدي نشتغل عليها على طول، فده هيشجعنا ان احنا نكمل فيها يعني. تمام يا فندم، تمام. شكرا لحضرتك يا دكتور، انا اسف. لا يا فندم، اتفضل يا فندم. انا لسه كنت مشرف على بحث في حاجه ناس ناسيها، حاجه اسمها مؤشر منحنى التعب. مؤشر منحنى التعب ده انا شخصيا بقول للمدربين يا ريت نقدر نعمله. مؤشر منحنى التعب ده يعني ايه؟ يعني ايه اللاعب بتاعك ده هيتعب بعد قد ايه؟ هيتعب بعد دقيقه، دقيقه ونص، دقيقتين، 3 دقائق، نص دقيقه. ففي اختبار بيتعمل للعيبه، خلاص، اللعيبه دي بيتعمل له مستويات معياريه، او بيعمل له درجه معياريه، بحيث ان الولد النهارده جاب تكرار قد كده يبقى هياخد قد كده في الدرجه المعياريه بتاعته. لا، الولد ده ضعيف، ممتاز، جيد جدا، وهكذا. نقدر نعرف مستوى اللاعب. ولازم اللاعب دايما تحط له تحدي. يعني انا بقى قبل كده انا معلش يعني هرجع معاكم شويه. سنه 93 94 كان في بطوله العالم في مصر هنا، اللي فيها كابتن باسل الغرباوي وخد فيها ثالث عالم. كان في تكازاوي، وكان كابتن عماد السيد موجود، ربنا يديله الصحه يا رب. كان من الحاجات المميزه جدا في التمرين انه كل اسبوع لازم يعملوا ماتشات. فكان كل يخلص الماتشات من هنا، تاني يوم تدريب، كل اللعيبه بتتمرن، لانه عارف ان الاسبوع اللي جاي هيتحط في اختبار تاني، الاسبوع اللي بعديه في اختبار تاني، وهكذا. فكنا بنرتفع او بنرفع من مستوى اللعيبه بالشكل ده، حتى لو داخليا. لما كانوا بيجيبوا ناس من بره، اللي عاوز يجي يجرب ماشي، ما فيش، مش يجرب، يلعب ماتشات، مش تجربه، يلعب ماتشات، خلاص، بحيث اللاعب كان
في دافع. انما النهارده انا النهارده لاعب، النهارده بتمرن وانا مسافر مفيش مشكله بقى، ده افضل مني مش افضل مني، لا. لازم النهارده اللاعب اللي يخضع للسفر او يلعب طلع منتخب مصر، انا كويس مهريا وكلنا كويسين مهريا، ولكن بدنيا هل اقدر اكمل 4 دقائق؟ هل اقدر اكمل 5 دقائق؟ هل اقدر اكمل 10 دقائق بنفس الاداء بنفس الجوده؟ هو ده مهم جدا. خلاص. طيب يبقى كده خلصنا اللي هو العنصر المهم جدا اللي هو شده او ازاي نقنن حمل التدريب او شده التدريب. تاني حاجه اللي هو الحجم. احنا قلنا مكونات حمل التدريب شده وحجم وكثافه. شده وحجم وكثافه. الكثافه اللي هي فتره الراحه. وانا قلت لكم الفرق بين اي مدرب في اي مكان هم الثلاثه دول. ازاي يحط الشده بتاعت اللاعب مع مراعاه الفروق الفرديه والحجم بتاع اللاعب وفتره الراحه بين التمرين والتمرين او المجموعات التدريبيه بتاعت اللاعب. ده مهم جدا ان احنا لازم نفهم الكلام ده. وزي ما قلت في بدايه حديثي لازم مفيش حاجه اسمها تخش تمرين كده تفكر تعمل ايه في التمرين. يعني انا النهارده ان شاء الله باذن الله على ما ترجع المنتخب مصر من السفريه اللي هو راجع دي، وناخد الخطه بتاعه الاتحاد خلال السنه الجايه دي، انا شخصيا هتقول لي التمرين بتاعك يوم شهر 11 2023، هقول لك همرن كذا، لان بقعد احط البرنامج بتاعي على الشغل ده. طيب انا النهارده انت كمدرب محلي او مدرب بتشتغل على مستوى الجمهوريه او هنا، طب انت عندك ايه؟ انا عندي 2 قمه اللي هي المنطقه بتاعتي، المنطقه او الفرع بتاعي اللي هو نفترض القاهره الدقهليه، ده يعتبر قمه بالنسبه لي صغيره، والقمه الثانيه اللي هي بطوله الجمهوريه. انا كمدرب مش مدرب منتخب، انما بقدر ان النهارده بيبقى سعادتي جدا يبقى عندي لاعب واثنين وثلاثه في منتخب، يبقى عندي قمتين، قمه هنا وقمه هنا. فلازم ابقى حاطط الخطه بتاعتي او التقنين او الشغل بتاعي لمده سنه. انا عندي 3 4 لعيبه، عايز 3 4 لعيبه دول يبقى على مستوى على بطوله الجمهوريه يبقوا جاهزين. فده مهم جدا، احنا كمدربين لازم نعرف كده. طب احنا كمدربين على المستوى العالمي او المستوى الدولي، النهارده انا عندي بطوله عالم زي ما فهمت اللي هي في شهر 5، يبقى لازم النهارده اشتغل من دلوقتي لحد شهر 5، لازم اللعيبه بتاعتي بتبقى في التوب. احنا ممكن يكون ما بقالناش سنه، بس اللعيبه مش قاعده في البيت، يعني اللعيبه رايحه هيت وفي لعيبه جايه. وانا طبعا يسعدني ان سمعت ان في تجارب بعد السفريه دي او في السفريه اللي جايه دي. اذا المفروض اللعيبه النهارده والمدربين النهارده بيتمرن عشان يبقى جاي في التجارب، لما يجي لي بقى في المنتخب مش هبدا من الصفر معاه. فبعمل له الناس اللي بقى لها يومين معايا او 3 قاعد عملت لهم قياسات بدنيه خلاص في الملعب، وفي بدنيه وبدنيه مهاريه، وفي في صاله الجيم، بحيث اقدر احدد لكل لاعب الايه التقنين الحمل بتاعه. طيب تاني حاجه من المكون الاساسي في حمل التدريب اللي هو حجم التدريب. يعني ايه حجم التدريب؟ هو زي ما بقول لك كده مكتوب قدامنا، هو الحجم اللي احنا بناخده كله. يعني ممكن نقول اللاعب ده زمان 2008 لما هشام مصباح خد ميداليه برونز في الاولمبياد، كنت انا موجود انا وكابتن باسل العرباوي، فقعدت مع كابتن باسل فقلت له والله في احصائيه بتقول ان اللاعب علشان يبقى بطل عالمي او دولي في من 20 ل 22 ساعه في الاسبوع تدريب، من 20 ل 22 ساعه في التدريب. وفعلا احنا كنا وصلنا للتوقيت ده، يعني كنا بنتمرن في الاسبوع بنوصل ل 20 ساعه، 21 ساعه و22 ساعه كمان. اذا النهارده بقى ياخد حجم زيه زي اي حد. خلاص، زي النهارده مثلا لاعب رفع اثقال عشان يبقى لاعب دولي لازم في السنه بيشيل مش عارف كام طن. خلاص، شلت اقل من كده مفيش، ما انتش مفيش، لانه فين؟ لان ده بيأثر على الاجهزه الداخليه. فعشان اجيب النهارده ميداليه كويسه او ميداليه اولمبيه او دوليه، لازم اخش على المستوى العالمي. انا بتمرن قد ايه في السنه او بتمرن قد ايه في الاسبوع، وبالتالي لازم النهارده اشوف الحجم بتاعي. طيب الحجم التدريب بتاعي ده اللي انا ممكن اقول لك انا في السنه اتمرنت 2000 ساعه. طب 2000 ساعه دول بيمثلوا ايه باللاعب المنتخب او اللاعب المنتخب؟ والله بيمثلوا انا زي لعيبه اليابان، او زي لعيبه ما اعرفش الصين او روسيا او الكلام ده كله. انما النهارده بنيجي نشوف الكم اللي احنا بناخده التدريبات فترات الراحه
والمشاكل اللي عندنا طبعا والحاجات دي كلها، الناحيه الماديه والسفريات والكلام ده بناخد اقل شويه. انما النهارده عشان نوصل لمستوى عالي لازم بيبقى فيه عدد من الساعات بتقع علينا في الاسبوع، يبقى انا عارف ان اللاعب ده قد ايه في الاسبوع. طب الحجم ده برضو لازم افهم يعني ايه الهدف بتاعي. يعني النهارده ما اجي انمي قوه او تحمل قوه، يبقى لازم اعرف ان التكرار بتاع التمرين بتاعي لازم الشده بتاعته بتوصل اهو، بنوصل اهو الشده بتاعته من 50 ل 70 60%. خلاص. طب التكرار بتاعه يبقى من 20 ل 25 تكرار. يعني اللاعب يمسك حديد بما يتناسب معاه مع الماكسيمم بتاع التقل بتاعه، خلاص عشان الفروق الفرديه، ويعمل لي 20. يعني اللاعب اللي بيلعب 50% كلنا بنشيل 50%، بس 50% تختلف من لاعب للاعب، وبنجيب 20 تكرار 25 تكرار. خلاص. اول ما احس ان اللاعب بدا يقدر يجيب ال 25 تكرار باريحيه شديده جدا، خلاص ممكن اعمل له قياس تاني. لان النهارده لما كان بيشتغل 100%، ال 100% بتاعته ال 50% 50 كيلو. طب لو عملت له قياس بعد شهرين او بعد شهر، بقى ال 100 بقت 110 او 120، يبقى ال 50% بتاعته اتغيرت بقت 60 وهكذا. يعني اللياقه البدنيه او عناصر اللياقه البدنيه ما بتقفش عند حد، لا هي العمليه مفتوحه. كل ما اوصل لمستوى اطلع لمستوى اعلى، كل ما اوصل لمستوى اطلع لمستوى اعلى. ده بس بتوقف على ايه؟ نرجع تاني نقول لازم يكون مهم جدا التغذيه. التغذيه التغذيه التغذيه، بدون تغذيه مش هتوصل بالكلام ده، وتغذيه مظبوطه. خلاص. وان اللاعب بتاعك يبقى بدنيا وصحيا، لازم كل فتره تروح تكشف وتشوف كتحليل الدكتور ايمن كان بيقول اللي هو الحديد والبوتاسيوم والكالسيوم والحاجات دي كلها. خلاص. فده مهم جدا. احنا هنرجع تاني للحجم بتاعنا. تقنين الحمل هي في علاقه بين الحمل الحجم والشده وفتره الراحه. خلاص. يعني لو الحجم عندنا كبير لازم الشده بتاعتنا تبقى قليله، في نفس الوقت تبقى الراحه بتاعتنا قليله. طب لو الحجم كبير قصدي قليل، يبقى الشده بتاعتنا كبيره، يبقى فتره الراحه بتاعتنا كبيره. خلاص. بتتناسب دايما ايه؟ وشده فتره الحمل حيث يتناسب حجم التدريب ده تناسبا عكسيا مع الشده فتره الراحه. طيب فتره راحه كبيره، خلاص يبقى معروف ان عندي الشده او الحجم بتاعي كبير. يعني ايه كبير؟ يعني النهارده لما اجي اشتغل النهارده 90%، 90% هعمل 4 تكرارات. 4 تكرارات، انا بتكلم على الاثقال. يبقى فتره الراحه. ولذلك النهارده زمايلي لو كان في حد منهم لعيبه منتخب او الناس اللي اشتغلوا معايا، لما باجي اشتغل في الجيم النهارده هنشتغل 90%، بقوم حاطط 4 لعيبه او 5 لعيبه مع بعض على نفس الجهاز. ليه؟ عشان في لعيبه تبقى مستعجله. لا، اللاعب لما ياخد دوره على الاقل بياخد له دقيقتين، دقيقتين ونص، بيبقى في اريحيه في الشغل. طيب لو انا عاوز اعمل تدريبات سرعه، خلاص برضو السرعه اللي هي بتبقى برضو ممكن احط 3 4 مع بعض، بحيث ان اللاعب استعاده الشفه بتاعته خلاص ممكن ياخد دقيقه، دقيقتين، دقيقتين ونص. طيب في التحملات ممكن احط 2 لعيبه مع بعض، لان ممكن النهارده بيبقى تكرار كتير، الشده قليله، فتره الراحه بتاعتنا بتبقى قليله، تبقى نص دقيقه، خلاص 45 ثانيه، ممكن توصل لدقيقه وهكذا. لازم نعرف الشغل اللي بين الحاجات دي كلها وبعضيها. لازم. ما عرفناهاش فمعلش انت هتقعد تفضل طول عمرنا مدربين، الولد بيجي بمرنه عرق شويه والنهارده حالتي النفسيه كويسه، فقمت ماسك الولاد ضغط عليهم في التمرين، خلاص جات له اصابه اتعور مني، الولد مش لاعب. تاني يوم الولد ما نامش كويس عشان عنده اوفر تريننج، جاي لك النهارده. وعندنا في مشكله ان اللعيبه كمان النهارده بتسهر على على الفيس وعلى الواتس والكلام ده كله. يجي لك اللاعب الصبح يقول لك امبارح انا تعبان جدا من التمرين. لا، انت مش تعبان من التمرين، انت ما خدتش فتره الراحه بتاعتك النوم. ومعروف ان بناء العضل بتاعنا او بناء الجسم بتاعنا في فتره الراحه بتاعتنا النوم، على الاقل يعني زي ما بيقولوا 8 ساعات. الرياضي ممكن ينام اكتر من كده، لان دي الفتره فيها بيحصل فيها تكوين العضلات او بناء الجسم او الخلايا الجسميه. تمام. انا اتكلمنا عن اللي هو الحجم، اللي هو فيه علاقه بين الحجم والشده وفتره الراحه. طيب مقاومه حمل التدريب هو زمن دوام التمرين، اللي هو مره واحده. لما اروح اعمل لك قياس مره واحده ده اسمه مكون حمل التدريب. هنعمل الموضوع ده مره واحده، عدد مرات التكرار.
طيب هشيل النهارده 50 كيلو في 10 تكرارات في 3 مجموعات، يبقى انا عندي الحجم ممكن يتقاس بالزمن وممكن بالتكرارات ومجموعات. طب النهارده هل ممكن النهارده ممكن اثبت عشان ارتقي بجسم؟ ممكن اثبت شده واثبت حجم، بس العب في فترات الراحه. طب هل ممكن اثبت شده واثبت فترات راحه والعب في الحجم؟ ممكن. خلاص الحجم النهارده ممكن النهارده بعمل النهارده 75% التكرار بتاعي من 8 ل 10 تكرارات عشان الهدف بتاعي النهارده اكون ميزه بسرعه. انما اشتغل النهارده هشتغل 3 مجموعات، بكره 4 مجموعات، التمرين اللي بعديه ازود 4 مجموعات. بعد ما كنت المجموع بتاعي 30 تكرار هيبقى 40 تكرار. طب ممكن بعد كده نعمل اكتر، ممكن نعمل اكتر، مفيش مشكله. خلاص ده اللي احنا بنقول عليه اللي هو حجم التدريب بتاعنا. في كثافه الحمل اللي احنا بنقول عليها فتره الراحه، وفي فتره الراحه بينيه الوحده التدريبيه بين التمرين والتمرين والمجموعه والمجموعه. يعني النهارده انا هشتغل النهارده تمرين بنج. خلاص طيب التمرين بنج ده هتكرر هعمله مجموعتين او 3 مجموعات. يبقى هعمل لو هنعمل تحمل هنعمل 30 ثانيه او دقيقه او 45 ثانيه راحه، والمجموعه اللي بعدها المجموعه اللي بعديها. لما اجي اخش على الجهاز اللي بعديه يبقى لازم اخد فتره راحه طويله شويه. خلاص لازم ده الشغل اللي احنا نقدر عليه للشغل، ولازم الناس يبقى فيه اساليب للتدريب. في النهارده في حاجه اسمه التدريب الباليستي، التدريب البولومتري، خلاص الهيبوكسيك، الكلام ده كله. يعني انا مره سئلت النهارده كان في لاعبه كانت رايحه تلعب في المكسيك. المكسيك معروف ان هي مستوى سطح البحر، هو مستوى سطح البحر ب 1200 متر تقريبا او اكتر يعني. فحد سالني طب نتمرن هنا في؟ قلت لهم والله احنا عندنا اعلى حته عندنا هنا سانت كاترين. تبقى راجل لازم تبقى فاهم ان لو كل ما تطلع فوق كل ما كان الاكسجين اقل، او انت لسه ما تعملكش عمليه تكيف على ال ال على فكره الاكسجين مش قليل ولا حاجه، هو دي بتبقى عمليه ادابتيشن اللي هي عندك لسه الاجهزه الداخليه بتاعتك ما اتكيفتش على الوضع ده. خلاص فكنا بنعمل ايه؟ كنا عملنا تدريبات هايبوكسيك، بمعنى ان احنا بنقلل الاكسجين، بنجيب اللاعب نحط له ماسك بحيث انه يتمرن بالماسك يبقى الاكسجين اللي داخله يبقى قليل. لما يروح مكان زي ده يبقى خلاص هو عملنا له الى حد ما عمليه تكيف على الوضع. يعني مثلا نعرف ان في فرنسا او دول متقدمه بيبقى عندهم خيم، الخيم دي ممكن يقدر يظبط لك درجه حراره الجو، الرطوبه بتاعت الجو، الاكسجين اللي موجود في الجو وهكذا. انما احنا ما فيش الكلام ده، فبنقدر بقدر الامكان ان نعمل. فمهم جدا موضوع الكثافه او فتره الراحه. خلاص يعني النهارده لو بنشتغل شغل لازم ناخد فتره مثلا شغل عالي فتره الراحه قليله. طيب وبعدين ما انا هاجي النهارده بقول للاعب النهارده 90% هات لي 4 تكرارات. طب ما خدش فتره الراحه بتاعته قلت له خش تاني مش هيعرف يجيب لي 4 تكرارات تاني في المجموعه الثانيه او المجموعه الثالثه او الرابعه. انما لو خد فتره الراحه المظبوطه او انا عملت التقنين او عرفت ازاي بتعمل فتره الراحه اكيد هبقى كويس قوي هشتغل ده يقدر يكرر تاني. طيب لو انا على البساط بدرب الواد جودو، خلاص اشتغل الولد اشتغل سريع 30 ثانيه او دقيقه بس سريع عشان تحمل سرعات، اقوم جاي مديله نص دقيقه راحه واقول له كرر تاني. لا مش طبعا اكرر عمره ما هيجيب نفس العدد تاني، انما لازم يرجع تاني قلنا لايه لاستعاده الشفاء بتاعته يبقى قريب من اللي هو النبض بتاع الاحماء بتاعه اللي هو تقريبا بيبقى 110 120 نبضه في الدقيقه. ده مهم جدا جدا ان احنا نشتغل بهذا الشكل. ده التقنين، ده اللي بيفرق عن مدرب ومدرب، ده اللي بيفرق عن مدرب ومدرب اللي هو حمل التدريب. خلاص طيب احنا عندنا راحه ايجابيه وراحه سلبيه. دايما ما خلي نفسك دايما يبقى الراحه بتاعت الولد ايجابيه. يمكن الولد بيبقى تعبان ولا حاجه ويقوم نايم على السطح قول له قوم اتمشى خد نفس بعمق. النفس بعمق ورا بعضيه بيخلي برضو اللاعب يرجع لحالته اللي هي استعاده الشفاء تاني بسرعه، انه بيحاول بقدر الامكان ياخد اكسجين كبير لان هو تعبان فعنده دين اكسجيني مش قادر، الاجهزه الداخليه تشتغل ما فيش. خلاص لازم يبقى ياخد تاني او ياخد نفس بعمق وبيعمل حركات اللي هو استرتشات او دراعاته
بيفردها بشكل دائري، بياخد ده مهم جدا عشان اللعب. انا كده تقريبا مش هتقل عليكم، كده خلصت. ولو في اي سؤال تحت امركم، وارجو ان انا اكون زودت معلوماتكم ولو حاجه ضئيله وبسيطه جدا جدا. انا شاكر لكم جدا، واسف على الاطاله. وانا حتى بدرس في الكليه عملي، مش بقعد في مش طول النهار بتكلم في النظري. انا ممكن اتكلم مع دكتور احمد الطلبه بالشكل ده. دكتور ايوه يا احمد فندم، اتفضل يا فندم. طبعا احنا بنشكرك على المحاضره الشيقه ديت. وزي ما انت شكرا. قلت، انت يعني في العملي، يعني انت واخد على الشغل العملي اكتر من الشغل العرض في النظري. فعشان كده تمام، ان شاء الله باذن الله انت معاك دكتور احمد صبرا. ها اتفضل يا فندم. ان شاء الله باذن المره الجايه باذن الله احنا ممكن بقى في المركز مع المدربين، مع كابتن حاتم ومحمد علي وكابتن محي وكابتن رشوان. لما في المركز ممكن نعمل بقى التدريبات ديت، ونعمل بعض الاجزاء ديت نقدر نصورها فيديو، وبعد كده في المحاضرات اللي احنا هنعملها تاني ممكن نعرض بقى الفيديوهات ديت، بحيث المدربين اللي معانا لما يبداوا يشوفوا العرض دوت معانا في المحاضرات ديت، هيقدر يستوعب الكلام اللي حضرتك دلوقتي قايله. يعني ازاي هيقنن الحمل، ازاي هيقدر يقيس النبض، ازاي هيعمل التمرينه مثلا تحمل سرعه، ازاي يعمل تمرين سرعه، ازاي يقدر يعمل تحمل. كل دوت محتاج تدريبات، سواء بدنيه او بدنيه مهاريه على البساط، سواء تمام يا بقى فندم. فرديه او محطات او تشكيل الشغل بتاعها ازاي داخل التدريبه. كل ده احنا ممكن بقى نصوره من خلال لما معانا الطاقم بتاعنا بتاع الميديا، نقدر نصور الكلام دوت ونبدا نشرح الكلام ده بحاجه جديده في اتحاد الجودو عندنا، ونوثق الكلام ده بحاجه عمليه من خلال التصوير دوت. تمام يا فندم. لو اي سؤال تحت امركم يا جماعه. احنا ممكن نفتح كابتن محمد صالح كان عنده سؤال يا دكتور مغازي، ايوه يا دكتور فهو صابر. قاعد بقاله ساعه، فلو سمحت ممكن اتفضل تسأله. يا باشا، اتفضل مايك محمد معاك. صالح. اتفضل يا فندم. كابتن محمد صالح، ايوه، افتح له. فتحت له المايك، اتفضل. كابتن محمد افتح من عندك. كابتن محمد انت من عندك انت افتح او اقبل. ايه يقبل بس. اقبل المايك يا كابتن محمد. ايوه يا فندم، السلام عليكم. عليكم وعليكم السلام. السلام كابتن محمد، ازي حضرتك؟ اتفضل. شكرا يا فندم. طبعا عايزين نشكر الاتحاد المصري ومجلس الاداره برئاسه المهندس مرزوق على الدوره الممتعه المستفادين منها دي، ما شاء الله يعني. عايز بس اسال الدكتور، ايه درجات يا دكتور ازاي نعمل تقنين حمل التدريب؟ تقنين حمل التدريب قبل الاسبوع بتاع المنافسات. بص حضرتك، انا دايما اللي انا شفت كده. خلاص كابتن محمد كده خلصت؟ ايوه يا فندم. طيب بص كابتن محمد، دايما في الاسبوع او الاسبوعين اللي قبل المنافسه انا لازم اشتغل شغل سريع خفيف، الشده بتاعتي بتبقى خفيفه وتكرارات قليله وسريعه. ليه بقى؟ انا من كتر العضله ما بتشتغل قوه عضليه، فببقى ما بتكتسبش السرعه بتاعتها. فلازم عشان اشتغل يبقى لازم اشتغل بسرعات عاليه وباحمال خفيفه جدا. في عندنا حاجه اسمه التدريب الباليستي، ده انا دايما بستخدمه. الشده بتاعته بيبقى 30 ل 50%. يعني الواد لو بيشيل 100 كيلو في اي جهاز، لو انا بتكلم على الاجهزه، بيشتغل 30% 35%. بيبقى شغل سريع جدا جدا، وبدي فترات كمان راحه بحيث ان الواد يبقى عنده تحمل عضلي وتحمل سرعه. وفي نفس الوقت لو انت على البساط، لازم شغلك طبعا انت بتحول الى تهدئه اللاعب، مش تهدئه كتهدئه يعني، لا، بتديله الشغل خططي اكتر، شغل خطط اكتر، وتحفظه الخطط بتاعته. يعني مش كل يوم اقعد انا بشوف بتوع الجودو بيشتغلوا على طول. انا مش عارف المصطلحات بتاعتكم يعني، بس يخش ويطلع في الحركه مره 2 3 4. لا، انا النهارده لازم اقول له اللاعب يبقى كذا، اخش بالشكل الفلاني. ليه النهارده انت مدرب النهارده كمدرب النهارده ما تعلمش الولد النهارده يلعب يمين وشمال؟ لانه ممكن قوي يلعب الولد يلعب في شمال مع لاعب هو في الاصل بيلعب شمال، فانا لازم اغير الغلطه بتاعتي. طب لو انت كسبان ماتش
لو انت كسبان ماتش وعايز اقفل الماتش، لازم اللاعب بتاعك لو لاعب يمين واللاعب تاني يمين، لازم اخش شمال معاه بحيث اوقف له الماتش بتاعه واقدر اخد مهارات وتبقى مفاجاه بالنسبه للاعب. انا دايما لما تقنين الحمل قبل البطولات ان احنا بنخفف الاحمال بتاعتنا، وبتبقى في اتجاه الماتشات ان انا ادي اللي هو المهاري بيبقى اكتر من البدني. طب لو هنشتغل بدني يبقى لازم شغل البدني بتاعنا سريع، شغل سريع، شغل عشان العضله بتاعتي تبقى سريعه في الانقباض. انما النهارده في فرق، النهارده بعد ابقى في تكتل عضلي والعضله اتعودت على الشغل البطيء، في الماتش مش هتسعفني لان هتبقى شغلها بطيء. فانا عايز قوه انفجاريه في العضله، قوه مميزه قوه مميزه بالسرعه، ده تحمل سرعات، عايز تحمل قوه. فده كله في الشدات بتبقى بتاعتي صغيره وسرعات عاليه. ارجو ان يكون يعني اجابتي مظبوط. شكرا يا دكتور. وفي دكتور محمد مغازي، في دكتور شريف، دكتور شريف هنوم ده رئيس اللجنه العلميه الاتحاد المصري الجودو، كان هو برضو عايز يخش مداخله معانا. والله مش معقول الدكتور شريف هيسالني يعني. لا ده هو عايز يرحب بيك، ده هو عايز يرحب بيك يعني. المايك دكتور ماشي شريف، حبيبي السلام السلام عليكم. ان شاء الله بركاته. ازيك يا دكتور احمد؟ حبيبي ازيك؟ الحمد لله رب العالمين. هو مش سؤال ولا حاجه، هو انا بس طبعا اسمح لي في الاول طبعا ان انا يعني بشكر طبعا كابتن مرزوق وجميع القائمين طبعا على هذه الندوه التثقيفيه الجميله وبدايه تفعيلها الموضوع ده هو للساده المدربين طبعا في ظل الظروف الصعبه ان احنا نجمع العدد الكبير ده. فطبعا بحب اشكرهم جزيل الشكر طبعا في القصه دي. انما طبعا شكري ليك انت يا دكتور احمد، طبعا يعني انا شهادتي مجروحه فيك طبعا، انت راجل قديم وباع معانا وتاريخ كبير جدا مع المنتخبات القوميه وطبعا معانا في الجودو. فطبعا سعيد جدا بوجودك معانا. بس كان في حاجه جزئيه صغيره كده يا دكتور احمد ارجو ان حضرتك تنوه عليها طبعا مع زمايلنا المدربين في الجزئيه الخاصه طبعا بحمل التدريب، لان طبعا مهم جدا ان هو في بدايه تخطيطه للتدريب ان هو لازم يكون قبل ما يجي يقنن الحمل لازم يكون عارف او عامل قياسات للعيبه بتاعته. يعني ما يجيش مره واحده كده يقول انا هشتغل بنسبه 90% ب 80% وهو مش عارف اللعيبه اللي قدامه دي قد ايه، السقف بتاعها ايه، قياساتها قد ايه، سواء كانت بدنيه فسيولوجيه فحوصات طبيه ايا كان. لازم الحاجات دي كلها بتتم قبل بدايه التخطيط ووضع الاحمال التدريبيه للفرق بتاعته. فكان يهمني جدا بس ان حضرتك بتنوه على الجزئيه دهيت، لان طبعا انا شايف حماس المدربين ان هم كلهم طبعا شادين طبعا منجذبين كلهم طبعا للمحاضره بتاعتك، وكانوا يهمهم جدا ان هم طبعا يعرفوا ايه اللي بيحصل في احمال التدريب طبعا. وهي بس دي الجزئيه اللي انا كنت بس احب ان حضرتك تاكد عليها ان لازم تبقى في قياسات قبل بدايه التدريب. وشكرا ليك كمان مره، وشكرا لجميع القائمين على هذا العمل الجميل، ربنا يجعله في ميزان حسناتكم. شكرا يا دكتور احمد. انا بشكر زميلي ودكتور شريف على الملحوظه دي، بس واضح حضرتك دخلت متاخر. فانا قلنا في اول عشان نقنن الاحمال لازم نعمل قياسات للولاد بدنيه خلاص، ودخلنا كمان على نعرف كمان الفسيولوجي اللي احنا قلنا 220 ناقص السن، نقدر نحدد منها النسب المئويه بتاعتنا او الشده بتاعتنا في المهاري او شغل لو اشتغلنا على النبض او على الاثقال او التدريبات الحره. قلنا لازم نعمل قياسات ومع مراعاه الفروق الفرديه بين اللاعيبه وبعضهم. انا شكرا على الملحوظه يا دكتور. في دكتور احمد عيد استاذ الجودو في تربيه رياضيه اسكندريه طبعا زميلي، فكان عايز يقول سؤال طبعا. اتفضل. وعليكم ورحمه الله وبركاته. وحشني يا دكتور احمد، وحشني يا حبيبي. وحضرتك اكتر والله. ان شاء الله نتابع، اشوفك قريب ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. اتفضل يا فندم اتفضل. اتفضل يا دكتور احمد. دكتور مغازي افتح له تقريبا قفل تاني الصوت. اتفضل يا باشا. الو. ايوه تمام كده يا ريس. تمام. شكرا دكتور احمد عماره، وان شاء الله اشوف حضرتك على خير قريب باذن الله. شكرا دكتور صبرا على تحت الفرصه. شكرا دكتور صبرا على تحت الفرصه. شكرا كابتن مرزوق على الاهتمام ووضع المدربين. انا شايف ان دي خطوه على الطريق الصحيح. انا بس كنت بنوه على النقطه اللي حضرتك اثرتها يا دكتور احمد، اللي هي
الخاصه بمعدل النبض. انا شايف ان رياضه الجودو من الرياضات اللي هي لها طبيعه خاصه في الوحده التدريبيه، اللي بيصعب فيها تحديد الشده والحجم خلال الوحده التدريبيه. لكن احنا لو استخدمنا معدل النبض داخل الوحده التدريبيه هقدر اظبط الشدات بتاعتي من خلال الناجو كومي او الاوتش كومي لجميع المدربين. في النهايه بس هو مش سؤال ولا حاجه، بس انا كنت حبيت انوه على ان النقطه دي في الوحده التدريبيه مهمه جدا، هو استخدام معدل النبض داخل الوحده التدريبيه. بشكرك دكتور احمد للمره الثانيه. بشكر كل القائمين في مجلس اداره الاتحاد، وان شاء الله مزيد من اللقاءات دي باذن الله. في كابتن ايمن همام دكتور مغازي يعني ما سالش قبل كده. هو احنا باقي دقيقه يعني في عجاله كده. كابتن ايمن همام اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. ايوه يا دكتور، انا ايمن همام، طبعا مدرب جودو مقيم في ليبيا، عامل ماجستير عن واقع التخطيط الاستراتيجي في الانديه الرياضيه. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا يا فندم. بليبيا واشقاء الله يبارك فيك. كابتن نبيل دروير مصري الجنسيه يا دكتور. اهلا. اتفضل. بارك الله فيك. اشكر حضرتك والباشمهندس مرزوق على المحاضرات القيمه اللي انتم اديتوها حاليا. وبس عندي سؤال لو سمحت، مش من الافضل ان يكون دكتور مرافق للفريق في اثناء التدريب مع المدرب عشان يقيس معاه النبض والحاجات اللي هي مطلوبه على شده الحمل، او لا؟ وشكرا.